مشاهدي الكرام، أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم. مرحبا بكم في مقابلة خاصة وعدد جديد للمرة الثانية على التوالي. إنه البرلمان المثير للجدل، الرجل الاستثناء يصنع الحدث أين محل. إنه البرلمان بالمجلس الشعبي الوطني الطاهر ميسوم، المعروف لدى العام والخاص بسبيسيفيك. سيدي النائب، مساء الخير ومرحبا. مرحبا بك. للمرة الثانية على التوالي، مرحبا بك ثانية. الله يسلمك. وسعداء بلقائك. الله يسلمك. نحن ثاني متشرفين وسلام عليكم ثاني للجمهور الجزائري. نكرمه كما يقول الإنسان لأنه دائما يكون في الحدث معنا إن شاء الله. الفترة الأخيرة كانت هناك أحداث بالبرلمان. هذه الأحداث لخصها النائب الطاهر الميسوم بأسئلة شفهية وكتابية ربما أزعجت بها البعض. ماذا حدث بالضبط عندما قلت لرئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أنك أسوأ رئيس للبرلمان في تاريخ الجزائر؟ ما هي الرسالة التي كنت تنوي تمريرها؟ شوف، قبل كما نقولوا نتكلموا لنا ونتأسفوا، كلمة مجلس الشعبي الوطني. احنا اولا الاسئله هذه الشفويه اللي كانت بعده وزراء، انت كي تشوف باكزومبل يوم الخميس تبرمج كل 15 يوم، الخميس يكون للمجلس الامه والخميس يكون للمجلس الشعبي الوطني. سما المده تاعها 15 يوم. تبرمجت الاسئله هذه الشفويه زوج من الناس ويتبرمجوا بوزراء اخرين. انت تشوف باكزومبل يبرمجوا 10 وزراء يجوا 3 وزراء للمجلس الشعبي الوطني. اولا هذه إهانة للشعب الجزائري. أنت كي تشوف الطاقم الحكومي، لأنه تشوف رئيس مجلس الشعبي الوطني نهار يسأل من در التدخل مع سي أنا بالنسبة لي ما نقولش وزير، أنا نقول سي عبد السلام بوشوارب، لأنه يقول لي شكون أنت باه تقيس وزير. دوك رئيس مجلس الشعبي الوطني بالحجم هذا، رجل الثالث في الدولة، يسأل نائب من ولاية المدية عن دائرة قصر البخاري اللي يقدر يسألني يقول لي شكون أنت؟ لأنه أنا نائب عن مجلس الشعب الوطني، أنت موجود في الشعب البرلمان منذ 2012، يعني كيفاش ما يعرفكش ولا؟ لا موش المشكل ما يعرفنيش، ما يعرفش التقييم تاع النائب عن المجلس الشعبي الوطني. مي هذه حاجة خارقة للعادة، تسأل نائب عن المجلس الشعبي الوطني تقول له أنا ولي نقيس الوزير، انا وشنو الدور تاعي؟ الدور تاعي حق الرقابه والانشغال المواطن، وعندي حق ندافع على هذا الشعب الحقوق تاعو اللي راه ما دام الانسان يطرح لك في هذا السؤال الامور. الاسئله اللي كانت عند وزير الاول، انا من 2012 حتى 2016 عمري في حياتي لا شفت وزير الاول يسال من طرف نائب. وزير الاول يجي في الافتتاح ويحضرنا في الاختتام. انا عبرت عليها كسيبيرات، من رجعت سيبيرات يجي يسكرها ويجي يفتحها. من المفروض وزير الاول بالحجم هذا الطاقم يا خويا، انا امنيتي ولايه المديه هذه، لانه السؤال كان مطروح على المشاريع المجمده في هذا المشاريع تاع التقشف، لانه احنا نعرفوا الولايه المديه عاشت العشريه السوداء تاع الارهاب، وعندنا المشاكل العقاريه. من الاسباب هذو اللي خلونا المشاريع تاعنا اللي تعطلوا من 2008 تعطلوا الى 2009، اللي كان الوالي السابق كانت الامور متدهوره وامور المشاريع، ومن بعد جاء هذا المشاريع تاع التقشف هذا، جمدوا لنا عده مشاريع في اطار التقشف. سالت الوزير الاول، من المفروض انا ولايه المديه سيدي عندها حظ تسال هذا الوزير الاول على المشاريع تاعها اللي راهم مجمده. الا بإيه نشوف وزير منتبين البرلمان يعطوا له رساله يكتبوها له ويقولوا له جاوب سي طاهر ميسوم. هنا اولا نيابه عن الوزير الاول انا نشوف اهانه للشعب الجزائري. يا سيدي انا امنيتي نشوف وزير الاول، انا طرحت له انت بصفتك كرئيس مجلس الشعبي الوطني روح استدعي لي رئيس المحكمه او رئيس الجلسه في مقر المحكمه
تشوفوا تقول له إن المحامي يقول له عندي جديد في القضيه او عندي شهود جديده، يقول له اجل لي القضيه واستدعي لي الامور من حقه. انت راك رجل الثالث في الدوله، وهو كون خلاها في التاريخ الجزائري لا كيكون احسن رئيس مجلس الشعبي في الوطني منذ تاريخ، لانه راح يدير الحادثه استدعى لي هذا الوزير الاول وجابه، وتولي كاينه مصداقيه للمجلس الشعبي الوطني. مادام ما جابليش هذا الرئيس الوزير الاول، ما هنا نشوف فيه هذا رجعة سيبيلات، يجي يدير الاختتام ويجي يدير الافتتاح، نشوفوا هنا غير في الافتتاح والاختتام، هذا هو الوزير الاول نشوف. ما شفتوش في اسئله، لانه عندنا اشياء طرح. انا كي يجاوبني هذا الوزير بين البرلمان ما يقدرش يجاوبني، ما يقدرش يحل لي مشكل، ما يقدرش كي ندير له تعقيم ونقول له باللي هاي كاين اشكال ما يقدرش. ما الا به جبت له كادنا وقلت له هذه الكادنا نسكروا البرلمان وكل واحد يروح لداره. واش قصه الكادنا هذه؟ هاي الكادنا ما شفتش باللي راك تشوف حتى الكادنا راهم يسعروا بها، حنا نسكروها وكاين اللي راهم يسعروا بها، حنا نسكروها. انا ما شفتش واحد راك تكون غاضب عليه راك ندير له كادنا تسكر عليه. واحد يديرها له في الجبانه تاعو، واحد يديرها له في اللي ما يقدرش كاع يقدر الراقي وما يقدرش يرقي له عليه. هذه كاع الكارنا هذه جبنا له الكارنا ونسكروها وخلاص. هذا ما ولاش مجلس شعبي وطني، لانه انا نعرف باللي المجلس. نعطيك مثال، دوك انت واحد يسالك يقول لك روح للبودوه دير مبادره مع المتعاقدين. يا ورانا حنا رانا نواب حقيقيين ولا رانا ميكيات؟ انا والله ما فهمت. لا رانا ميكيات يقولوا لنا رانا كم ميكيات خلاص. والله من المفروض هذو النواب هذو يجوا يطرحوا اسئله، نديروا 70 نائب يكتبوا لرئيس المجلس قال استدعي لنا هذا نديروا لها سؤال ويجيبها لنا للمجلس الشعبي الوطني ونحلوا مشاكل تاع المتعاقدين سواء بالسلبي ولا بالايجابي. انا كيفاش نروح ليه نولي نجيب له في كوفيرطا ونجيب له باه ياكل؟ انا راه عندي سلطه تشريعيه، انا راه عندي سلطه في هذه الدوله هذه. انا رانا كما يقول لك هو رئيس المجلس الشعبي الوطني وحنا النواب مشرعين نجيبوا هذه الوزيره اللي نطرحوا عليها هذه الوزيره. ولكن في نفس اليوم تقريبا رد عليك نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في احدى الجلسات، البرلماني بهاء الدين طليبه يعتبرك مهرج، ويقول هذا الكلام في الجلسة العلنية مع رئيس البرلمان، يقول له هذا الإنسان مهرج وعليه أن يهرج خارج قبة البرلمان. نجاوبك على كلمة مهرج. هذا الاسم الحقيقي المهرج ما شفتش بكري كي كنا نروحوا نديروا المسرحيات. أنا حضرت في جامعة تاع خميس مليانة، داروا لنا واحد الجمعية هكذا تمثيل، ممثلين يمثلونا الحياة الاجتماعية اللي نعيشها. حتى الممثل راهو يعقب رسائل طريقة عقلانية، حتى المهرج هذا راه يعقب. احنا الشعب الجزائري والله كيما يقول هو ولا يقولها ودا، لانه انا عقبت الرسالة تاعي. الرسالة تاعي في الطار ميسوم هذا واش راه يتكلم؟ لا كنت مهرج وقايع. انا موش نجيب اشياء انا نهار كي يتكلم هو، انا في الساعه هذه ما كنتش طارع الموضوع باللي علاش هذا الانسان رد لي على الوزير الصناعه. فما عرفتش انا علاش. على بالك بلي درت زياره لولايه عنابه، زياره خاصه درت عبر المدن عبر الامور كذا، الا به على بالك باللي واحد خارج ما نقولكش على اسمه ويخدم في القطاع الخاص يقول لي في 2012 جاب لنا شهاده الميلاد رقم 12 تاع جده، شهاده الميلاد تاع الاب تاعو وشهاده الميلاد تاعو. الجد تاعو من الاصل تاعو تونسي. يقول لي ما حبيناش نخدموها له في محكمه عنابه، يروح يجيبها في محكمه واتسوف. شوف ربي كيحب الانسان. عباك بلي انه احنا راني دائما نقول لهم المخابرات هذو اللي يتكلموا عليهم يجيبوا الاشياء من الشعب، حنا يعطونا الشعب. راك تمشي يعرفك بلي تقدم الرساله تاعك عطلك قال لك ودي هذا الانسان علاش رد لك؟ لانه هذا التهريج في بعض الاحيان غاضهم الشعب. قال لك هاو التهريج تاعو، لانه هذا الانسان برهد لك لانه هو ثاني مزدوج الجنسيه. المواطن هذا جاب لك الوثيقه، هذا يخدم وخرج روتريتي عطاها لي بالادله بالعلوم. يعني انت تتطاول. نعطيك مثال. نعم. انا لو كنت كيما هو ما قالش مهرج، هو قال لك باللي عنده مشاكل في في المصنع تاعو. شكون اللي عنده المشاكل؟ انا هذا وزير الصناعه ما ننتميش ليه، انا ننتمي لوزاره الفلاحه والتنميه الريفيه، وعندي محطه الخدمات ننتمي الى وزاره الطاقه.
وزاره الصناعه هذيك خاطيتني، ما عندي حتى تنسيق معها. انايا بين هو وهو، انت هو عطاو عباك بلي كي رحت للعنابه عطاو له بروموسيون في اطار الكالبي. تعرف شنو اطار الكالبي؟ ما عندكش الحق تبيع السكنات، ما عندكش حق عباك في اطار الكالبي ممنوع تبيع السكنات في عنابه. عباك باللي هو تقدر دير عقد ايجار تكريهم للناس يسكنوا فيهم، هو يبيع فيهم، القانون ما يسمحلوش باه يبيعهم. هنا وشكون اللي يقدر؟ انت تشوف باللي وليد خالو دايروا رئيس مجلس الشعبي الولايي في ولايه عنابه، وشكون اللي راه يقضي في صوالح؟ هو طاهر الميسوم ولا هو راه نشوف فيها لانه هذا شخص غريب على هذيك الولايه. عباك بلي ولايه عنابه نهار كي زرتها بين مدينه وهران وبين مدينه عنابه فراق كبير بين السماء والارض في التنميه. تقول انا كي شفت عنابه تاسفت، قلت هذه الولايه عندها اموال طائله بهذا الحجم والتنميه ما كانش. عباك بلي رحت شفت مجلس قضاء تاع الجزائر تاع عنابه عنده 10 سنوات الى يومنا هذا مبني ب 50% والمشروع تاعو حابس. كاين مشروع تاع في جمعيه تاع الشباب هذه عنده قريب 15 سنه ووراوها للشعب فم وامروا للتتميم. من المفروض هذا النائب هذا يتكلم عن التنميه تاع الولايه تاعو. ربما الشيء اللي جاب لك هذا المشاغل لانك في كل مره مشارك سواء باسئله شفهيه او باسئله كتابيه، مما ادى الى تقريبا يعني كتم انفاسك ان صح التعبير، وخلقوا لك مشاكل في شوف انا اسمح حياتك. انا شوف انا بصفتي كنائب عن مجلس الشعب الوطني ممثل الشعب، انا اولا ما طلعتش بالكوطه، انا اعطوني اصوات حقيقيين منتخب عن الشعب، منتخب من حقيقه من طرف الشعب. لا. لانه انا انتميت، جبت حزب صغير ما يعرفوش كاع المجتمع المدني في ذيك الولايه تاعي، لانه الشخص جبت 16,000 صوت. كي نبدا نشري 1000 ما نشريش 4000 ولا نشري 5000 ولا نشري 6، هذه 16,000 لانه انا اديت الواجب تاعي، لانه انني نمارس في وظيفتي. وظيفتي حق الرقابه، انشغال المواطن، امور. نعطيك كما يقول الانسان دوك حنايا اولا نايب في نايب من المفروض نكونوا حبك باللي يصبح. نعطيك مثال. نعم. علاش كيكون تدخل تاع وزير عماره بن يونس في قضيه القيط ومشمش، علاه ما تدخلوش النواب؟ لانه مش من الحزب تاعهم. علاه كي تدخلنا في قضيه تاع محافظ البنك خلوني نتكلم بكل حريه؟ لانه ما ينتموش ليه. لانه انت تشوف هذا محافظ البنك كل عام يجي يفتينا فتوى غير حقيقيه على ارض الواقع. كل يوم يقولنا نديروا وكالات، نديروا كذا، نديروا كذا، نديروا كذا. وبالاخص كما صارت المشكل تاع في السكوار، عباك باللي كاين اطار في الدوله سامي كبير. نعم. عطاو له عمله مزوره في السكوار. عباك باللي بعث لهم الشرطه. من المفروض الشرطه كي تاخذ العين المكان دير لهم بيفيات وتعقمهم العداله. هذو الناس ما عقبوش العداله. الاموال هذو اللي سيزاوهم وين داروهم؟ وشكون هذا المسؤول؟ ولكن انت السي ميسوم يعني بالعقل فقط حتى المشاهد يكون معنا كذلك الصوره. هذا المسؤول الكبير في الدوله اللي يروح يشري العمله الصعبه من السكوار، يعني راه يقول لنا باللي الامر شرعي. شكون هو هذا الانسان؟ شوف، اولا وقبل كل شيء انا نتكلم لك بقضيه هذا الناس اللي ريكيبيروا دراهمهم. يعني نكمل الجمله تاعي. الانسان اللي يدي الاموال ويعقبهم للشرطه وما يعقبهمش للعداله، عاود يومين هو ريكيبيرا دراهمه تاع بالعمله الصعبه ورجعت الامور على ما يرام ولا حدث. هذو الناس اللي شكون اللي راه خالق السكوار هذا تاع العمله الصعبه في رايك؟ يعني انت السكوار، انت وين شفت باللي هذا المحافظ البنك اللي راه عايش معنا في الجزائر تروح ترفد تشري من السكوار وتروح بها للبنك وتخليهم 48 ساعه ويعاود يدير لك عليهم وصل وتجي خارج في المطار عادي، ويجي الجمرك يقول لك شحال راك مخرج، تقول له 7,000 اورو، تعطي له الوصل بطريقه قانونيه. تجاوب طريقه غير قانونيه ورجعوا طريق. نعطيك مثال، القنوات هذو تاع التلفزيون من راهم يخلصوا البث تاعهم؟ راهم يخلصوا فيها بطريقتهم الخاصه عن طريق السكوار. وريني كاش واحد راه يشري يعقب يدير كريدوك من طرف البنك. هذو القنوات الخاصه هذو بصفه عامه. اسكو راهم يخلصوا لان هنا ما اصبحناش دوله.
انت متى تشوف القنوات الخاصه تاع التلفزيونات هذو اللي راهم ما يروحوش البنوك وما يفتحوش ليتر دو كريدي وما ما يديروش بطريقه قانونيه ويروح يخلصها بالعمله الصعبه بطريقته غير شرعيه. طرحتوا انتم هذه الاشكالات في البرلمان هذا السيد رانا كل ميسون؟ يوم نطرحوا عليه لا ولا حدث. واش هذا كانت راني الاجابه؟ نتكلم الاجابه هذا انا سميته سواء من عند وزير القطاع ولا انا اسمح لي هذا محافظ البنك سميته ابو سيلم الكذاب. مسيلي بالكذب. من 2012 وهو يتكلم لنا نفس الكلام. انت كي تشوف السندات، نعم هذو السندات اللي تاع القرض اللي يجي، نعم. انت رحم بابك اللي كنتوا تشروا فيهم قطوطه ولانجات وتراب وتجيبوا لنا فيهم اضروات غوش وماد ان شينا وماد كذا وماد كذا وماد كذا، الاموال الطائله اللي خسرتوا بهم، اليوم تقولوا الشعب سلف لنا ولا كيفاه؟ وتدخلوه في الربا، ترى وزير الماليه صباح يفتي لنا. شريت انت السندات هذه يا سي ميسون؟ انا ما نشريش، انا ما نشري. اسمح لي، انا ما نديروش طريقه بومدين. بومدين نهار كي شاف الاموال طائله متركزه، لانه على بالك باللي انايا واحد السيد بعث له اموال، رحت بعث له حافلات ذاك الوقت، لقيت جاي يخلصني عنده خزانه معمره دراهم. قلت له ودي انت كيفاه ما تخافش على الدراهم هذو ولا كذا؟ قال لي يا ودي انا ما نديرهمش في البنكه. قلت له علاه؟ قال لي البنكه ديهم. قلت له بصح ياكلهم لك والفار. قال لي الفار ياكل غير حقه، ياكل ورقه ولا زوج، ما ياكلش، ما يديهم ليش كاع. بصح قال لي البنكه تديهم كاع. شوف الناس علاش ما انت على ما ديروش طريقه. قال يا خويا ال 200,000 ولا ال 100 تاخذ 100,000 وريت له 100,000 داير هذه الصوره تاع ثور. اش يدي نديروا صوره بومدين الله هو رحمه الله، نديروا امير عبد القادر، نديروا من رموز الناس. نعم. داير لينا جراندايزر انطلاقه، داير لي ثوره. احنا رانا نشوفوا في واش كانت الاجابه لما طرحت السؤال؟ واش جاوبوا؟ كاذبه، اسمح لي. يجي هذا مسكين لا حول له ولا قوه، يجي يهضر لك ويروح. هذا من 2012 وانا نشوف فيه ويروح. هذا الناس تخلص بالطريقه غير انت مادامك تدي دراهم غير شرعيين تدي من البنك تعاود تابروفيهم وتعاود تخرجهم. كيف؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. وما يسقسيوش منين جبتهم؟ وما يسقسيكش منين جبتهم. واليوم تقول لي دير انت وزير الماليه صباح امام عاد يفتي لنا يقول لك حلال وحرام. واش دخل انت الوزير الماليه مع وزير الشؤون الدينيه؟ نعم. واش كان الطرح تاع وزير الشؤون الدينيه فيما يخص السندات؟ لانه ما قيل للشعب هو انه ربا يعني. يا ودي هذاك وزير الشؤون الدينيه يروح يشوف يتبع غير الزوايا تاعو اللي راهم يرجعوهم رجعت السياسه. حتى شوف في 2012 كي ندير حمله انتخابيه تاعو يقول لي ممنوع دير حمله انتخابيه في الجوامع. هنا شفنا الجوامع راهم عادوا يديروا فيهم الطوابل وعدوا فيهم يسيسوا. راك تشوف الناس راهم يديروا غير يعبر على صوته مسكين، يعبر في كاس سفاره ولا يعبر في كاس كذا يرفدوه. وراك شوف الدستور الجديد واش يقول لك؟ عندك الحق ديال التجمهر، عندك الحق في الدستور الجديد يقولوا هكذا. راهم يرفدوه يخبروا به. عبر على شعوره وكذا كي واش. اولا هو هذا يشوف يتحكم غير في الائمه تاعو ويتحكم. عباك باللي امام بتروح للخارج بتكون امام في باري ولا تكون في كذا، عباك باللي يدي من دراهم الصندوق هذاك صندوق الزكاه منكم واليكم. قال شحال دوموندي 150 مليون، قالوا 150 مليون بيديروا امام في الخارج. منكم واليكم برك. نعم نعم. ما يخسر حتى دوره في امور. هل على مستوى البرلمان طرقتوا للاشكال المطروح حاليا في الزيارات المكوكيه اللي راه يقوم بها وزير الطاقه الاسبق السيد شكيب خليل للزوي؟ هل لجنه من اللجان مثلا ولا انتم كبرلمانيين تقولوا بان الزوي والمساجد وجدت للعباده وليس لممارسه السياسه؟ شوف انا واحد المثل بكري يقول لك واحد السيد كان خارج المنطقه تاعو مدى طويل. نعم. كان في الخارج. جاء الانسان كيما انا هكذا قال لي يا ودي راني درت في مدينه خصال البخاري وراني ما عرفت حتى انسان. قال له ودي قبل ما تاخذ قرار، قال له ننصحك تروح للبلديه تاع خصال البخاري، تقعد في ليزيسكالي هذوك، تقعد مده تاع ساعه. لا عرفت 10 من الناس، لا عرفت 10 من الناس تقعد، ولا ما عرفت حتى 10 من الناس نقول نجاوبك واش دير. راح كيما البلديه وقعد عقب الاول الثاني الثالث ما عرف حتى انسان. رجع للسيد هذا قال له ديني ما عرف حتى انسان. قال له ماذا البلاد اللي جيت منها تولي منها. احنا نصلي على النبي لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا شكيب خليل اولا امر بالقبض. هذا النائب هذا سي زغماطي هذا، لانه هذا النائب العام. النائب العام هذا كان وكيل جمهوريه عندنا في خصال البخاري. هذا في الثمانينات كان عندنا وكيل جمهوريه وقام بالندوه الصحفيه اللي يقول باللي انا واحد من الناس المتحدث هذا
كي يجيك امر بالقبض، على بالك باللي كي يجيك امر بالقبض على بالك يقول لك رئيس الجمهوريه ما يقدرش يفتي لك فيها. واش يدير لك؟ يقول لك ندير لك ابسط شيء، اروح على 4 تاع العشيه نبيتك في الحبس والصباح نخرجك. هذه نقدر نديرها لك بعد فيدي الموندا تاعك. هذا تاعهم قانون ماهوش قانوني انا. نعم. هذا هذه العداله الموقره. نعطيك ابسط شيء. انا طرحت السؤال للوزير قال لي الميزان بكري بكري كي كنا في المحاكم تاعنا تاع قدم نشوفوا الميزان ورا الحيط، ورا القاضي كي يبدا يحكم عليك. كي تلفت تلقى الميزان وراك. بالك بلي روح شوف المحاكم والمجالس الميزان ما تصيبوش. ما كاينش الميزان تصيبو غير مع الدخله. حب يقول العداله راه كاينه غير من الدخله، الداخل ما كاينش العداله. انت القاضي اللي عنده 5000 ملف كيفاش تحوسها؟ روبو هذا القاضي هذا روبوها ماهوش روبو. يقول له حبك بلي شاك موا عندهم ستاتيستيك تحاسبني شحال كذا. الحمد لله راه بني ادم هذا، راه بني ادم. نرجع لك للموضوع. دوك هذا النائب العام دار الشعب الجزائري واش راه يطالب. انا دوك نقول لك الشعب الجزائري يعني مشيت في رحت لتلمسان، رحت للعنابه، رحت للقالمه، رحت للطارف، رحت عده ولايات. الشعب ما هو يطالب في حتى حاجه. قال لك يا ودي هذا الانسان كان يجيبوه، احنا ما نقولوا لا ايجابي ولا سلبي، نجيبوه يا خويا يعقب عند العداله، يديروا له يفيدي الموندا تاعو ويدير له انتباه وجه الدعوه عند قاضي التحقيق، او يبريزونتي روحه ويعاود كذا ويعقب للمحاكم ويعطوا له البراءه. بصح مادام صبحت العداله هي الزوايا. احنا نعطيك مثال. هنا في ولايه المدينه عندنا رئيس مجلس شعبي ولائي. ضربت عندنا الزنزله كما سمعتوا بها في طابلات في ميهوب 5.5 دار من اللي ضربت. على بالك باللي ولا مسؤول من الولايه راح لهم. هذو الناس ولاو يتبكاو. واش يجي لهم رئيس الدائره في الليل قال لهم انتم الزمان يطيح عليكم باسكو عمركم لا ذبحتوا طير تاع الجيش. هذا مسؤول يقول لهم هضره كيما رئيس دائره تاع العزازيه، دائره العزازيه يقول لهم انتم يجي موش يجي يهني شو يصبرهم جاي يملمد فيهم. ولا مسؤول. ترى رئيس مجلس شعبي ولائي تاع ولايه المديه ما زرتش الناس تاع الزنزله ما زرتهمش. وانت شاكيب خليل شكون اللي راه يحرك فيه؟ راه يحرك فيه جدنا موش يحرك يمشي وحده. زيد حتى نهضر لك الشعب الجزائري هذا اللي راه يسمع فيه مع احتراماتي ليه ثاني. انت انا نشوف غير 10 ولا 20 اللي راهم يقولوا باللي شاكيب خليل اللي راهم يعارضوا. شفت نكاز، شفت هذا السي في عين مران وسمير بالعربي في عنابه. شفت واحد الاعلامي هذاك السيتوس اسمه اللي درت مع حصه البارحه. نعم عبد الوكيل بلام. الامور راني نشوف 10 20 30 اللي راهم عبر الولايات اللي راهم يقولوا باللي هذا اللي راهم. انا نعطيك مثال. انا حطيت البضاعه تاعي في السوق. وواحد ما حب يدوموندي عليها السلعه. راك بلي يكون شافونا هما الدوله هذه راهي ذكيه خلاته عند الشعب وراهي تيستي فيه مقبول. انا استعملناه غير مقبول ما نستعملوش. ولا واحد كش ما قاوسوا واحد ولا زوج برك. بصح الصادره ماك. انا في الحمله الانتخابيه كي دات 2012 يا راي كي دات هذا قادر يقاوسوني زوج من الناس. قادرين يخرج لي واحد من الجلسه هذا يقول لهم انا كذاب عليكم ما يدير لكم والو. كاين ولا ما كانش؟ انا نشوف فيها اللي بارح في اضرار. نشوف الشعب كبير. الشعب هذا فيه 40 مليون ما فيش 10 ما فيش 100 ما فيش 200 هي 40 مليون. اليوم رانا نعبروا غير في قلوبنا برك. بصح التعبير الحقيقي على ارض الواقع ما كانش. مؤخرا باش ننتقل لموضوع اخر السيد ميسوم. مؤخرا كان عندك سؤال فيما يخص قانون العقوبات مع السيد وزير العدل حافظ الأختام، وقلت لا مفر لكم الزمن والآفات ستقضي عليكم. هذا قالها حمزة. لا مفر لكم الزمن والآفات سوف تقضي عليكم. لأنه الإجابة بعد الفاصل. السيد ميسوم. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إلى النقاش. مشاهدينا الكرام أرحب بكم في الجزء الثاني والأخير من مقابلة خاصة والتي نستضيف فيها النائب بالمجلس الشعبي الوطني الطاهر ميسوم. طاهر ميسوم مرحبا ثانية. قبل الفاصل كنت طرحت عليك سؤال. يعني أنت كنت طرحت سؤال في كتابي
حول قانون شفوي، حول قانون لا العقوبات. كان مشروع هذا قانون العقوبات. نعم، مشروع قانون العقوبات. هذا ما ادى بيك باش تقول لهم انه شوف الزمن والافات. الزمن والافات، لانه الوزير العدل كان طرح في الرد تاع مداخله المشروع، يقول باللي لازم ترفعوا المستوى تاع النواب. هنا كي جاب لنا هذا القانون تاع العقوبات تاع الارهاب، احنا من المفروض نعرفوا علاش نشأت رجعت ارهابيه. الارهاب هذا كاين اسباب للناس يرجعوا الناس ارهابيين. باكزومبل نعطيك مثال، كيما انت كي تشوف جوجمون او حكم نهائي جاء من المحكمه العليا يقول لك باسم الشعب الصيغه التنفيذيه وامور، كان عون في الشرطه، عون في الجمارك، عون اطار. انا في بريد المواصلات رحت مع مدير المواصلات، واحد عنده البراءه والنهائي كاع، داروا له لا كوميسيون، 3 قابلين و3 مش قابلين. المدير العام يقول لي باللي انايا هذا سارق، انا بالنسبه لي سراق. قلت له العداله عطات له البراءه، قال لي لعب لعبوا مع العداله. انت كي تشوف باسم الشعب على ارض الواقع ما كانش. نعطيك حنا طرحنا باللي نائب عام هذا راه موجود في قلمه. نائب عام هذا كان مساعد وكيل جمهوريه، يزور حكم كان عام حبس رجعوه عام غير نافذ، سما سوسي. هذاك هو المساعد تاع الوكيل الجمهوريه مشى لصالح المتهم. الضحيه كي شاف روحه باللي كي دار له التهم بداو يبروفوكو فيه، كل يوم عنده الشرطه هكذا. مسكين جا لي المجلس الشعبي جاب لي الوثائق، جاب لي كذا، قال لي انا طلعت للجبل. كي هبط من الجبل قال لي باسكو كل يوم يجوني لابوليس كذا، قال لي حتى نهار باسكو شكابي داوها لوزاره الماليه قضيه الاستعلامات، باسكو كاين قضاة يدوهم فهم. ومن بعد لقاه كلمه الحق، قال كما يقول الانسان، قال لي كي هبط لقيته نائب عام. العداله اسمح لي، داك ما شفت وزير سجنوه. انا مي راني نعقل على روحي، عمري لا شفت وزير دخل الحبس. انا قال لك النواب عندهم تهم. انا واحد من الناس عندي 6 قضايا، قلت له انا واحد من الناس عندي 6 قضايا، واش عندي قضيه؟ تهموني قال لي سرقت الماء. هنا عندي 12 سنه وانا داير هذا المصنع، تقول لي سرقت الماء. وكي سرقت الماء انت وين كنت؟ كي كنت نسرق الماء انت وين كنت؟ 12 سنه غير كي صبحت ديبيتي صبحت نسرق الماء. بكري ما كنت سرق لي، ما صبحت نسرق. يقول لك يدير لك تجمهر ويدير لك هذيك القاضي. هذا هما. انا ما عنديش قضيه في بنما، انا ما عنديش قضايا في اللي راهم يهرب. بالك باللي السكنات الاجتماعيه هذو تاع السوسيال هذو راهم اموال طائله تتهرب ويروحوا فيهم، يهربوا فيهم باريس ويهربوا فيهم كذا ويهربوا فيهم في العداله اليوم غير موجوده على ارض الواقع. لا العداله المواطن وعلى بعض النواب، ما نقولوش كاع النواب، لان بعض النواب لانه اللي ريسكي كيما انا هذا يولي عنده قضايا. هذوك انت تشوف انت الاحكام. انا نعطيك مثال، انا ازعجت البعض سي الميسون، لانه هذا الوزير العدل. انت وين شفت وزير العدل؟ لا يلا ما عمرنا نكونوا دوك واقعيين. ولا وزير العدل يكون منخرط في حزب؟ من الوزير العدل يكون ما عنده حتى علاقه في حزب. لازم يكون القضيه. دوك انا جيت لك حريه القضاء، حريه القضاء ليل واستقلاليه العداله. النائب العام يعطي اوامر بالتليفون على اللي بين الوكيل الجمهوريه والنائب العام كي الكنه والعجوزه. قال لك يعطيهم له على طريقه الهاتف، والاخر كيما يصرف دوك الزغماطي هذا عن طريق الهاتف من عند الوزير. اصبح في ورطه مسك، تم اقالته، اصبح اقالته. لانه على بالك باللي كاينه صيغه. انت رحم بابك السكنات، كيفاه واحد عنده سكنه في داير انفتح ما حبش يرجعهم يسكن خلاص بدلوه. هو المفتاح تاع اللوجمون مازال عنده، باسكو في بلايص الوتورال وبلايص كذا شادينهم ما حبوش يعطوهم للزملاء تاعهم. انت كيفاه هذا المثول الفوري هذا؟ هاي مهزله في المحاكم. هل برأيك هذا ما دفع وزير العدل السابق حافظ الأختام محمد شرفي لما يقول في إحدى الجرائد الوطنية، يصرح ويقول بأنني تعرضت إلى ضغوطات وجاتني أوامر باش ندير ملف شكيب خليل في الدرج؟ شوف تباني مليح، كل العدالة اليوم هذا النائب العام أو وكيل جمهورية أو قاضي كلهم عايشين تحت الضغوطات. عباك باللي القاضي مش مؤمن. القاضي من المفروض يكون مؤمن. كيفاه يتريتي 5000 ملف موش محمي يروح بسيارته ويروح بالامور ويجي والسكن. عباك باللي المثول يخرج 8 تاع الليل هو مش محمي. هذه خلاص صارت في قضيه ما نذكروش في غردايه، قضاة عادوا يخرجوا من تحت لاكاب مساكن
من قاضي شارعوا لهم ضرب وعادوا ما كاش حمايه من طرف الامور. خرجي ولا اخرج انت كقاضي وروح. نعطيك مثال، كاين قانون تقسم في الدستور يقول لك عندك حق الدرجتين. حبك باللي دوك في الحكم تاع المخالفات والاحكام تاع الجزائيه هذو كيحكموا عليك غرامه تاع الجملين، يقول لك ما عندكش حق تكسر. بصح في الدستور يقول لك عندك حق الدرجتين. شوف كيف راهم يتناقضوا في بعضهم. ما ناخذوا نبدا نتحايل مع القاضي هنا نقول له ديرها لي الجملين و100 با يقدر يكسر. دوك انا نايب غدوه راح نترشح يقول لي عندك امود ما تقدرش تترشح باسكو لازمني نكسر عليه. هاي تروح الى الماء بكري حنايا قله يدير لك تحطيم ملك الغير. كيف قله مع تحطيم ملك الغير؟ هاي تاع 300 مليون رجعت الامور ندير هذه هذا وين راهم بالتراضي وساطه بين ان تكون عند بين طرفين. بكري كان الوكيل الجمهوريه هو اللي يحكمك هو اللي يدخلك. بصح القاضي اليوم كي عطيتها للقاضي ما حلتش مشكل، ولات بلبله. عباك بلي الناس الاغلبيه تاع المتهمين ما يعرفوش الموتور الفوري هذا جاهم حل. تو راه محامي اللي قاعد لك من 10 تاع الصباح ل 10 تاع الليل يستنى في الزبون تاعو. يتقلق يروح عنده 3 قضايا 4 قضايا ويروح. بالحديث على قطاع العداله السيد ميسوم وانت نائب بالمجلس الشعبي الوطني، مستفاد انت ساكن في موريتي وكلوب دي بان في اقامه الدوله؟ انا ما عندي لا سكن موريتي ولا يحزنون. انا نسكن في قصر البخاري، انا مسميها واغادوغو، راني ساكن في واغادوغو. وكيفاش تفسر بعض النواب معاكم سكنات اخويا شوف في اقامه الدوله؟ اسمع انا نعطي لك وعلى حساب الدوله. انا نعطي لك على نمشي ودير شوف تبعني مليح. علاش نروحوا بعيد؟ انت راه رئيس الديوان تاع البرلمان او امين العام تاع البرلمان. انت نعطيك الامين العام تاع البرلمان هذا كل يوم ما يحبش يبرمجني في الاسئله. بالك باللي كان يخدم مدير عام في تاع البيئه تاع المرصد تاع التنميه والبيئه في وقت شريف رحماني. نعم. اختلس 4 ملاير ووقفوه وعقبوه للمحكمه تاع باب الواد، وراهي في المحكمه العليا الى يومنا هذا هو راه امين عام البرلمان. رئيس المجلس الشعبي الوطني جاب لنا ديك المستشاره. راه تعرف شنو هي بالك بلي المستشاره راهي تحكم في النواب. تا كي تشوف رؤساء اللجان يديروا تقرير اسود باسم رئيس المجلس الشعبي الوطني ويبعثوه الى فخامه رئيس الجمهوريه هانسي كراب. سماه ما اصبحش مجلس الشعبي الوطني. لا عاد انايا مش قادر على شقايا ونروح نشكي بهمي لرئيس الجمهوريه ما اصبحش مجلس الشعبي. وهذا الشيء اللي خلاك تقول بان قبه البرلمان سوبيرات يعني. مازال ما كملتلكش تاع انا درت سؤال كتابي لمعالي الوزير العدل. باك باللي محكمه من 2006 وعندي عليها ملف. نعم. باك باللي نط عليها القيامه الى يومنا هذا ما عندي حتى جواب عليها. ولهذا قدمت تنازل على السؤال تاعك لوزير العدل. اسمح لي شوف الاسئله هذا الى يومنا هذا ما كانش رد مساومات وامورات وكذا. محكمه من 2006 باك بدي نعطيك محكمه تاع برواقيه ما تبناتش، محكمه تاع طبلات ما تبناتش. حكيت لك قبيله مجلس القضاء تاع النبا محبس في 50%. زيد نعطيك المقاولين اللي بناو المحاكم والمجالس القضائيه كلهم موجودين في السجون لاصدار شيكات بدون رصيد. شكون اللي رجع لهم رد الاعتبار تاعهم؟ ما حبوش يخلصوهم ورطوهم دخلوهم الاحباس وخلاهم في امور. انت القاضي مو محمي، المقاول اللي بنى للعداله مو محمي. تروح شوف مدير اداره السجون عباك باللي امبراطور في دشره. لا تقدر تشوف غير مدير اداره السجون راك مليح. انت ديريمون ويقول لك باللي امبراطور في المخدرات هرب لهم بالحراش. هذا واحد من الناس غدوه نحط الاستقاله تاعي كي يهرب لي واحد. هذا كيفاه مؤسسه عقابيه بهيكل وامور وكل. بقول لي نعطيك مثال، انا وزير العدل هذا مع احتراماتي ليه ونقولها له في وجهه وما على باليش به وانا انا كذا. بقول لي كنا في 18000 مسجون، اليوم رانا في 100,000 مسجون. محمد نسكروا نسكروا. انا واحد من انا رايحين للاسوء مش رايحين للاحسن. راهي شغل ولات برودكسيون، راهي استثمار. كي تقول لي الاستثمار راه ناجح في السجون نقول لك وي. السجون راهي بك من 18000 مسجون راه موجوده. انا رايح الى 100,000 سي غراب. هذه من المفروض نقصوا نقلصوا نروحوا. اسكو جبنا كاين عاو انت كي تشوف. واش كان رد السيد وزير العدل حافظ الاختام فيما يخص اصلاح السجون، محاوله ادماج هؤلاء بعد اطلاق سراحهم في المجتمع؟ يا ودي انت اسمح لي، النقابه تاع القضاة راهي مملكه. هذاك انا من عقل كنت في اللجنه القانونيه كنت نحضر. مين عقلته هو شاد النقابه هذاك نسيت اسمه جمال ولا مش عارف اسمه.
مملكه ولا قضاة. على بالك نهار كي جاو يديروا في التغيير تاع القضاة، كما يقول لك الانسان، على بالك باللي كاين اللي قضاة كانوا بور، كاين اللي كانوا كونتر. ما كاينش القاضي اليوم ما اصبح مش محمي. قاضي يمشي عن طريق الهاتف، قاضي يدير لك النائب العام يدير لابريسيون، يدير الوكيل الجمهوريه يقول له دير لي يمشي كيما تحت كل شيء عن طريق الهاتف. ما كاينش حاجه تمشي على ما تكش. ما انا وريني نكش ما دخلوا لي وزير للحبس نحتوه. مالا اشغال العموميه شفتوا دخل الحبس، الامين العام هو اللي تورط. تشوف وزير الداخليه دخل الحبس، تلقى الوالي هو اللي دخل. شكون اللي يسيني؟ ها لازم يكونوا الامور. انت شوف قلت لك انت هذا اللي كنت اضل عليه بهاء الدين، هناك شبان راني اسوسي معاه. تعرف شكون اللي اسوسي معاه؟ وليد الوزير العمل ولا التشغيل، وليد غازي هذاك مين كان والي فم اسوسي معاه. الى من هذا اسوسي معاه. الناس قاعد بلاد تباعت خلاص. اقسم بالله العظيم مش ضربه تاع سيبيريا، تباعت وراحت كل واحد دا حقه. انت كي تشوف العداله غايبه سي كراف. عباك بلي انا واش قلت للوزير العدل؟ قلت له نروح بالنهار. تعرف شنو بالنهار؟ هذه وين موجوده الزاويه اول باسكو بعيد ماش بعيد علينا على ولايه المدينه واحد 50 كيلومتر. نروح نرقد لهم ثانينا في بالنهار وندير زيارات عبر للزوايا، لان هي العداله. صبعت هي العداله، صبعت تحب تفلتري روحك، روح الامور. تشري صكوك الغفران، تشري صكوك الغفران، دير اللي قاعد يبوسوا له في راسه ويبوسوا. وشكون اللي راه يحرك فيه؟ هاي باينه. رؤساء البلديات تاع الحزب جدنا هو اللي راه يمشي. انا كما قال لك السيد تاع النظافه، كيف هنا شاكيب غادي ننظف له طريق باه يجي؟ هو نظف طريقك وحدك، حتى يجي شاكيب غادي تنظف له. وللإشارة هو يتنقل مع حراسة مقربة على قارد رابروشي. يعني هاد الناس خالصين من المال العام. اسمح لي، المال العام. انتم كنواب علاش ما درتوش جلسه فيها؟ وراه النواب. واسمح لي انا كي تقول لي النواب، اذا كان يروح كشخص اسمح لي انا راني معليش من حقه. اسمح لي وراه الرقابه، وراه الرقابه. راني نقول لك وراه الرقابه. انت راك تهضر من نوضوا 20 واحد ينوضوا لي قريب ياكلوني. واش بيك؟ وين تهضر؟ انا راني عليا حراسه مشدده. واش بك؟ انا نشد الميكرو، الرئيس المجلس الشعبي الوطني من هي شادني غاك ما يكفن بيكوبي لي، من هي الاخر يطبطب عليا. ومن واش تهضر؟ ما واش تهضر؟ كاين زوج ولا ربعه ولا خمسه ولا 10 ولا 20 40 مليون. ما كاينش غير خمسه. 462 نايب، ما كاينش غير 10 نواب. كاين بزاف. انا راني خليني نتكلم، خليني نعبر على روحي. راني راح ندخل الحبس. انت راه عندك حصانه برلمانيه يا سي ميسو. خليني من الحصانه، راني نعبر وظيفتي. انا هذه وظيفتي. قال لي روح بلغ، اني نبلغ. اللهم بلغت. انا واش الدور تاعي؟ انا محامي. وين حصانته؟ كيلبس لاروب نوار. هذا كي نحى لاروب نوار ما عندوش حصانته. انا ثاني عندي البرلمان هو الحصانه تاعي. نتكلم بكل واحد. انا هضرت الكلام تاع الشعباوي تاع الشعب. قال واش سمعت؟ نعطيك مثال. راك شوفي ورا كيف بي نوار تاع الصومام هذيك، تاع الشارع تاع الصومام تاع الأونز هذيك. انت رحم بك 40 عائله ولا 20 عائله. ما ناخذ ثاني يجيني بي نوار يقول لي البرلمان تاعنا. انا يعبك لي محكمه لقيت فيها عقد ايجار. هاني قلت للوزير محكمه عندها عقد ايجار مكريه. في 2016 كاين عقد ايجار محكمه. هذه كنت سمعت بها ولا ما تدخلكش في دماغك؟ ها هو الواقع كاين عايشين. محكمه فيها عقد ايجار. من المفروض ما نكونش عندنا عقد ايجار. محكمه لانها تاع ملك للدوله. تقول لي الوزاره مكريه. الوزاره مكريه سو لا فون دو لوكاسيون. قاضي مسكين تلقاه ما يمشيش في الاوامر، تلقاه في تندوف ضغوطات، يخرج مش محمي. ما كانش حاجه راهي في بلاصتها. احنا ما نكذبش عليك، رانا رايحين دوك الشعب راه مدمر. انت شوف كي تشوف الشعب باللي رافض هذا الشيء بطريقه بصح راه عاقل وراه كل شيء وراه حب يعقب الميساج. راهم يبروفوكو فينا. يا خويا شتيب خليل، يا خويا روح دوا العداله وفيدوا له الموندا تاعو. واش هي قراءتك السياسيه؟ هل هو رجل المستقبل او سيكلف بمهام مستقبليه؟ هو رئيس الجمهوريه ولا رئيس امور؟ انا بالنسبه لي شو نقولك راح يديروا؟ هذا راح يديروا في باس لاكساسي برك محافظ بنك فلاس. هذا كاين في لا بنك مونديال يحطوه فمه وكل شيء. هذا يا رجل هو اسمح لي الناس راهم تسمع. قال لك الطماع شكون ياكلوا الكذاب. ولكن الناس الشعب هذو اسمح لي. نعم. هذو الناس طماعين. هذو اللي راهم يمشوا. انا مع احتراماتي لهم ونقولها لهم في وجوههم. هذا اللي يمشي مع شكيب خالي ما يمشيش على وجهه. طماع. يقول لك راح يجي رئيس الجمهوريه ما يعطيني بلا صالحه وسوى مصالح خاصه. انت يا رحم بابك الصندوق هو اللي يهدر. على حسب كلامك يعني واش نستنتجوا خطوه بخطوه. هذا الانسان متهم في قضايا فساد سومطرك 1 وسومطرك 2.
هكذا. انت ما عندكش سند ولا انا عندي سند. هذا أنا متهم. اسمح لي، هذا متهم. خلينا نمشوا خطوه بخطوه يا سي ميسون. اسمع لي، انا تبع النائب العام مادام دار ندوه علنيه ودار امر بالقبض يعقبوه للمحكمه. يبقى انا ما نقدرش ندخل في الحكايه. يبقى متهم، يبقى متهم حتى تثبت ادانته. يقول لك المتهم نظيف حتى يثبت وسخه. ويعطيك الصحه. معليش بالدرجه تاعنا. معليش، هل الانسان متهم في هذه القضايا؟ هل يعقل اليوم على حساب كلامك سيعين على راس البنك؟ اسمح لي، يعني كيفاش هو راح نامنوه الان على اموال الجزائر؟ هو انت ما شفتش الامين العام تاع المجلس الشعبي الوطني راهم عطاو له سمانه هو يسير في الاداره، في شؤون الاداره، هو اللي يسيني في الدراهم. هو اللي مالا قال لك هو متابع في قضايا اخرى. احنا احبك باللي ها احنا لازم نديروا اللي يسرق هو اللي يمشي معنا. تي مونج ان مونج نو مونجون. هما اللي لازم يمشي، انا يديرني واحد كيما انا بالبال نحضر له السوق ولا كيفاه؟ ما اللي لازم فيها دير. انت اسمح لي، اللي راهم يمشوا مع شكيب خالد غير طماع برك ياكلوا الكذاب. انت اسمح لي، غدوه هذا الصندوق رئيس الجمهوريه زروال كي راحوا في 1997 داروه بالامور لانه رايحه وجايه راح على الصندوق. الشعب هذا أنا شوف عليه يقول لك لا مفر لكم، الزمن والافات سوف تقضي عليكم. هذا حمزه قالها لقريش، لانه مهما يقول لك الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، مهما واش راهم يديروا، لانه التاريخ ما يرحم حتى انسان. راك ابن زيدون سي ميسون يعني من اذا واش تشوف سي ميسون؟ انت الان اصبح غير مرغوب فيك بالتعبير الدبلوماسي بيرسونا نون غرادا، يعني غير مرغوب فيك في البرلمان. إيه مرغوب، لانه كلمه الحق لأنه انا ربي سبحانه وتعالى ربما دوك انا راني نعبر في البرلمان. كاين ناس كيما انايا الحمد لله، انا كي شفت اشخاص راني نشوفهم عبر التلفزيون، شفتهم في عنابه، شفت هذا الاعلامي هذا، شفت هذو الناس اللي راهم متورطين، راهم واحد من الجلفه، كنت في الجلفه حكاوا لي عليه، قالوا لي اللي عنده دار شعار لا لفرنسا ولا شعار اللي راه موجود الى يومنا هذا وفي السجن. كاين ثاني وقت اخر ثاني اليوم الى يومنا ثاني اللي تاع هما يقولوا اللي من اجل فرنسا، لانه احنا نشوفوا الناس راه كاين فيها الخير. نعم. لانه الناس كاين طاهر ميسوم بزاف، موش نعبر عن طريق البرلمان، كاين اللي راهم يعبروا عن طريق الشارع وراهم يريسكوا بامورهم. وانا نقول الجزائر فيها 40 مليون، ما فيهاش 10 ولا فيها 20 ولا فيها 30. شكرا. ننتقل الى نقطه اخرى السيد ميسون. انتخابات تشريعيه على الابواب، باقي سنه. انت مضى على وجودك الان 4 سنوات بالبرلمان، خبره وتجربه. الان لاحظنا باللي كاين تموقع، الناس بدات تنشط، لانه سنه صغيره، يعني سنه امر قليل في تاريخ الانتخابات. بعض الأحزاب بدأت تتموقع، كاين انفجارات في بعض الأحزاب، أحزاب تنادي بالتصحيحيات إلى آخره. يعني الناس بدأت تتحرك، لأنه بعدها مباشرة أمامنا سنتين على الانتخابات الرئاسية، وربما وانت ما نروحوش للرئاسيات قبل البرلمان. ربما فيها انتخابات رئاسية مسبقة، لست أدري. دوك أنت تطرح لي سؤال أنا لازم نطرح، ولا مش تكون رئاسيات مسبقة؟ والله ننتظر الجواب منك سي ميسون. أنا قلت لك انت راك مع الوزراء والحكومه وفي البرلمان وتصلك المعلومات. انا ما عندي حتى احتكاك مع وزير، ما عنده وزير ما يقدرش يقعد معي صار كي زاد. شكون هو اقرب وزير اليك؟ ما عندي حتى اقرب وزير صديق ليك. انا شوف تبعني مليح، انا وزير العدل كنت، لانه كنت نشوف مشاريع يجيبهم لنا. قلت باللي هذا الوزير جاب لنا مشاريع كبيره، صح مع ارض الواقع بديت نشوف في القضاة، نشوف في المحاكم، نشوف في امور لقيت على ارض الواقع غير مطابقه اصلا. هذا شر فيه، هذا خلى مشاكل كبيره. ما كاش تغيير. انا يهمني مش المشروع، جيب لي قانون العقوبات، راح يجيب لنا في القانون تاع معليش احنا تكلمنا في النقطه هذه، يجيب لنا في القانون قوانين كذا على ارض الواقع. انت باغي دير اخطاء ماديه، باقي لنا زوج نقط لانه الوقت سيميسيوم. تجيب جوجمون ويدير لي اخطاء ماديه، نعم. وبعد تكون على عاتق الزبون. نرجع لورانيا. معليش في السياسه شوف كل شيء ورد، والسياسه تبنى على انه ليس هناك صداقات، وانما هناك مصالح مشتركه ندافع عنها. انت الان يعني كما يقول عنوان الفيلم تقريبا سول كونتر تو الموند، وحدك ضد الجميع. ماذا في تغيير حكومي مقبل يعين ويستدعى السيد الطاهر الميسوم
الى حقيبه وزاريه. شوف انا في رايك نقول لك اي وزاره، اسمح لي اي وزاره سترضى بها؟ صلي على النبي. صلى الله عليه انا ما وسلم. نكون اي وزاره سترضى بها؟ جاوبني. تبعني مليح. انا عمري لا نكون وزير، وعمري لا حلمت باه نكون وزير. انا الحكومه في السياسه كل شيء ممكن يا سي ميسو. تبعني مليح. انا شفت جدنا راح للصين الشعبيه، وشفت وزير الاول راح للصين. انا ما عدا 5 وزراء اللي ما نهضرش عليهم: وزاره الدفاع والداخليه والشؤون الدينيه، لانه المبدا تاعنا امور. انا نطالب بحكومه صينيه. مادام رانا نشوفوا روحنا في عولمه كيما هذه. انت تشوف الاستثمار، نعطيك مثال الاستثمار. نعم. في اطار الاستثمار خلينا نعطيها لك خلاصه بصفه عامه. رحت للقالمه، شفت واحد الانسان عنده 50 سنه هو يخدم في السي ام جي، خرج في التقاعد. قال لي شراو علينا 5 ملايين و200 دراجه ناريه. قال لي كي شراو علينا 5 ملايين و200 دراجه ناريه بوت كوموند، فتحوا لنا الكريدوك كذا منا. قال لي بعثنا الطلبه تاعهم لليابان. قال لي كي دينا هذاك السي ام جي هذاك تاع الناريه اليابان، وحنا نعرفوهم باللي معروفين في الدراجات الناريه، ايسوزي، الهوندا، كيف يدوا لك موطو تاع قالنا. قال لنا المدير العام دار لكم بيت روحوا لليابان تشوفوا لنا الموطوات تاعنا وراهم يدوروا. قال لي الا بإني رحنا المدن الكبرى بدينا نتخيلوا وراهم الموطوات تاع قالنا نلقاهم في اليابان، شرف للجزائر. نعم. قال لي ما لقيناهمش. قال لي وقيلا قلنا نلقاهم في مناطق ريفيه. قال لي حوسنا في المناطق الريفيه باسكو قالنا ربما يديرهم في الريف تاعهم. قال لي ما لقيناهمش. قال لي قلنا للترجمان تاعنا ماذا بينا تدينا لهذو الناس واش داروا ذوبوهم واش داروا لهم. قال لك داونا اليوم، قالوا راهم دايرينهم في المدارس تاعنا، حاطين الموطو تاع قالما ويقروا فيه ولادهم. شوف اللي ما يقراش واش يصنع. فهمتينا؟ قاعدين يقروا فيه ولادهم. شوف اللي ما يقراش واش يصنع. احنا رانا سيمبول، سيمبول. راهم جابوا لنا سيمبول اننا نخدموا فيها. سيمبول احنا انا كون ما ديرلهاش 50 كيلو تاع تراب في لامار ما تمشيش به. تبدا ما فيهاش قواعد سلام. كاس 120 والكاس 66 كما داروا تغيير، كما راهم في انتاج تغيير. ويقول لك في الدستور الجديد الماده 37 الحريه الاستثمار والتجاره. السنه الفارطه نائب بالمجلس الشعبي الوطني السيد الياس سعدي كان طالب وبصوت عالي وعبر الصحافه الوطنيه يطالب، وكان موجه تقريبا رساله مفتوحه الى السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه، يقول له تقريبا يجب غلق موريتي وغلق كلوب دي بان نادي الصنوبر، لانه الناس اللي ساكنين ثم اولا اصبح مغلوق على الشعب. احنا على باب الصيف الان، والناس اللي ساكنين ثم كلهم عندهم سكنات، فيلات وبيوت يأجروها خاصه للاجانب. هذا النائب بهذا الصوت العام والخاص يعرف ما يدور داخل المحمية. علاش ما تكثفوش الجهود تاعكم انتم على الأقل وتفتح تلك الجهة ويصبح من حق المواطن حتى هو الاستمتاع برمال وشواطئ وخيرات الجزائر. شكون اللي يتكتف؟ هذه إيجابية ليهم، شكون اللي يتكتف عليها؟ احنا نشكروا. قال لك باللي النواب راهم يهضروا، احنا نشكروا نثمن الوزير، ولكن معظم الناس ما همش في الخدمة ساكنين ثم. نثمن، ما عبالكش بها هذه ولا كيف نثمن يعني؟ احنا راه اصبحنا نواب تاع الوزراء، ما اصبحناش نواب تاع الشعب. والله كما نواب للوزراء تاكسوا. تدافعون عن المكاسب. لا ندافعون عن الوزير. طال ميسون غير يتكلم. ما كاينش صداع علي انا، راه عندي اصبحنا نواب تاع وزراء. كيف راح يهضر عليه؟ بس باللي نعطيك مثال، انا اعوذ بالله من كمان نواب يرفد طريه كيما هكذا يحطها هنا، يروح للصالون دونير القاعه الشرفيه، كيجي الوزير خارج يقول له هذه تاع بنتي ولا كذا شوف لها بلاصه. اقسم بالله غير شاف تاع عيني ياكل هالدود، غير هو يخرج وفي يدير لها هكذا يقطعها. هذا النايب عطالو لانه هو حاب يكسبه، يعطي له بريه اللي بايق له. اقسم بالله ما يفري له حاجه. انت اصبح النواب، انا نواب تاع وزاره على بالك. انا كي نشوف كي نجي نهضر على عبد كل نهار كي تكلمت مع عبد السلام بوشواري لقيت روحي غير وحدي.
النواب اللي كانوا يعارضوا كاع ما شفتهمش انا. لقيت روحي غير انا واحد يقول لي نعطيك وزين، واحد قال لي نعطيك كذا، واحد قال لي نعطيك كذا، عدنا نبيعوا ولا شنو؟ والله كي من يقول كيما يقول الانسان. هذه محاولة لإسكاتك. يعني هذه تشوفها. انا كي قلت لك درت له كارنا، كاين الناس يديروا الكارنا باش يسحروا، باش يسكروا له الفانا ما يجيش يهضر، باسكو لا كان يقبيع راجلها ولا هو تسكر له فمه، وانا راح يسكر في المجلس، انا رفدت الكارنا ما نسكروا. خلاص انا من شفت وهران يخرجوا في العداله من المفروض تشوف هذو الناس الاسره، هذه الاسره هذه تاع 50 عائله لازم يشوفوها، لا اله الا محمد رسول الله. العداله حكمت لصالح هذا المعروف من واتسوف. باك لي ما كانش رجل اعمال دخلت ليها وما كاش واحد من واتسوف. تقول لي هذو واتسوف هذو مع احتراماتي لهم، بعض السكان نحترمهم، اشخاص منهم كي امون على بالكش تامون تاع سيدنا يوسف عليه السلام، كي يحبوا يحققوا الحلم تاعهم يحققوه. محمد تشوف عنبه هذيك مملكه سيروها من طرف واتسوف، مملكه مجلس الشعبي الولائي. شوف بقول لي المدير العام اللي استقال من اجل النائب رئيس مجلس الشعبي الوطني بيعطي له 7 قطارات تابعين للاتصال الجزائري، وكان موعدينه باه يكون وزير البريد والمواصلات. حتى لا نشخص، معليش حتى لا نشخص الامور سيد ميسو. انا نتكلم بكل حريه. معك حق انت قمت بزياره للولايه واطلعت على امور، ومهمتك مثل ما قلت انت الرقابه والتشريع. السيد الميسوم، حتى نشوفوا شويه المستقبل، يعني شوف قطاع العداله وتكلمت عن الاستثمار وتكلمت في عجاله. ما هو مستقبل الجزائر؟ كيف ترى السنوات المقبلة؟ مع العلم كاين محطات رئيسية خاصة الانتخابات التشريعية والمحلية اللي راح تكون بعد سنة. شوف أنا نعطيك واحدة الرسالة، وأنا أولا مش رجل سياسي. أنا 4 سنين في البرلمان ماكش رجل سياسي الميسو. ومن هو السياسي برأيك يعني؟ سياسي محنك، يكون واحد سياسي محنك. شوف أنا هادو الرؤساء الأحزاب مع احتراماتي لهم، نعم. لأنهم أنا هما راني نشوف فيهم عباك باللي هذا الناس اللي راهم نشوف فيهم يديروا محاولات إيجابية وخارجين من الشعب، ولا عنده حزب ولا راهو نايب ولا كذا. أنا نشوفوا في ناس راهي تتحرك بطريقة حب للوطن. صح. عندهم غيره على فرنسا، واحد عنده يعبر على سوريا، كي شافوا الشعب كذا، كل واحد كيفاه يعبر التعبير تاعو، لانه هذه حريه التعبير. صح. دوك احنا الرؤساء تاع الاحزاب، انا لا اله الا محمد رسول الله، انا نشوف رئيس الحزب منا استادي يتكلم ويدير، يروح للنهار ويروح للشروق ويروح لعده قنوات، ومن بعد مع الدوره يتلاقت مع سعيد بوتفليقه. نشوف فيه مش معارض هنا كاع. انا عدنا نلعبوا بلا بلا تاع الداما تاع الدومينو هذا، نلعبوا في ما كانش معارضه حقيقيه، ما كانش حاجه على ارض الواقع واقعيه. انني ما نشوفش، راني نشوف فيها مع وراء الجدار هكذا، منا يتناقض معاه منا تلقاه يدور. قلت لك رؤساء الاحزاب هذو هما مش راهم يلعبوا في الدور تاعهم. راني نشوف هنا نقاز، هذا كيما قال نقاز، نشوف فيه باللي ما هو لا نايب، ما عنده حصانه، ما ولا راه خايف، ناشط سياسي. نعم. نشوف باكزوم هذا تاع عنابه ناشط سياسي، نشوف هذا تاع الجلفه ناشط سياسي، نشوفوا هذاك الجمركي تاع اللي دار فيه وكذا وما بانش حسوا ما شافش كيف فيها صارت له دعوته. كاين ناس في الامور تاع رؤساء الاحزاب انا نشوفوا فيهم يبانوا غير نهار الانتخابات ونهار الامور كذا. كي لحقت فرنسا كنا نشوفوهم في صراعات كبيره ونشوفوهم في امور كيما قال بالعياط، قال كلمه شابه، قال لك اللي تخرج عليهم يهضروها واللي ما تخرجش عليهم ما يهضروهاش. كلمه ختاميه السيد ميسوم، ما هي رسالتك؟ انت راك سالتني قلت لي ما مصير في المستقبل الجزائري. نعم. واش غادي نقول لك؟ المستقبل كي تشوف باكزومبل نتايا، انا ما نكذبش عليك، انا لي زون ديكابي هذوك دائما يطرحوا لي مشكل، يقولوا لي كي تلحق البرلمان قول لهم علاش تعطونا 400,000؟ اسكو تعيشنا 400,000 يقدر يتزوج بها، نعم. يقدر يصرف بها، يقدر يدير عقد الايجار، يقدر يسكن بها. هذه فئه اخرى. اسمح لي، هذا عندنا قانون التكميلي تاع الماليه اللي رانا نديروا فيه. هذو القوانين على ارض الواقع ما كانش. في كلمه واحده،
ما هي انواع الرياضات اللي حبها سبيسيفيك؟ انا نحب كل شيء. انواع الرياضه، السباحه، شوف كره القدم، في كلمه في كلمه واش تحب الرياضه؟ انا ما نكذبش عليك، انا كي ربحت البارح مولوديه. المولوديه هذه، لانه انا ما نكذبش عليك سوبورت المولوديه. رائع. وراني فرحان كي ربحت الولايه تاعي مدير لوام. أيوة. الفريق تاعي لانه اصبح في مكان القسم الثاني. هذا شرف لينا، صح. لانه صرات في العهده تاعنا حاجه شرف لينا. ما هي والولايه المديريه ما هي الاكله المفضله عند النائب الطاهر ميسون؟ خويا انا شوف ما نكذبش عليك، انا نحب ناكل الطعام وناكل مسمن، ونحب ناكل البغرير. باك البغرير هذا كي طيبوا الام تاعي ولا الزوجه تاعي تسكر الكوزينه تاعها، تقول لي ما كاش العبس، ما كان لا داخله لا خارجه. تقول لا غير يكثر عليه العبس ما يطيبش، هكذاك الدوله تاعنا غير يكثر عليها العبس راه ما يطيبش. مشاهدينا الكرام، بهذا ناتي الى نهايه هذه الحلقه من مقابله خاصه. اشكر لكم حسن متابعتكم لنا. موعدي بكم يتجدد في لقاء اخر. الى ذلكم الحين تقبلوا تحيه الفريق الذي رافقني في اعداد هذه الحلقه. امسيتكم سعيده، القاكم بخير والى اللقاء. اول باسكو بعيد ماش بعيد علينا على ولايه المدينه واحد 50 كيلومتر. نروح نرقد لهم ثانينا في بالنهار وندير زيارات عبر الزوايا، لان هي العداله. صبعت هي العداله، صبعت تحب تفلتري روحك، روح الامور. تشري صكوك الغفران. تشري صكوك الغفران، دير اللي قاعد يبوسوا له في راسه ويبوسوا. وشكون اللي راه يحرك فيه؟ هاي باينه. رؤساء البلديات تاع الحزب جدنا هو اللي راه يمشي. اما كما قال لك السيد تاع النظافه، كيف هنا شاكيب غادي ننظف له طريق باه يجي؟ هو نظف طريقك وحدك، حتى يجي شاكيب غادي باه تنظف له. وللاشاره هو يتنقل مع حراسه مقربه على غارد رابروشي، يعني هاد الناس خالصين من المال العام. اسمح لي، المال العام. انتم كنواب علاش ما درتوش جلسه فيها؟ وراه النواب، واسمح لي انا كي تقول لي النواب اذا كان يروح كشخص. اسمح لي انا راني معليش من حقهم. اسمح لي وراه الرقابه، وراه الرقابه. راني نقول لك وراه الرقابه. انت تهضر من ينوضوا لي 20 واحد ينوضوا لي قريب ياكلوني، واش بيك؟ وين تهضر؟ انا راني عليا حراسه مشدده، واش بك؟ انا انا نشد الميكرو، الرئيس المجلس الشعبي الوطني من هي شادني، غاك سما يكفن بيكوبي لي، من هي الاخر يطبطب عليا، ومن واش تهضر؟ ما واش تهضر؟ كاين زوج ولا ربعه ولا خمسه ولا 10 ولا 20 40 مليون، ما كاينش غير خمسه. 462 نايب، ما كاينش غير 10 نواب، كاين بزاف. انا راني خليني نتكلم، خليني نعبر على روحي، راني راح ندخل الحبس. انت راه عندك حصانه برلمانيه يا سي ميسو. خليني من الحصانه، راني نعبر وظيفتي. انا هذه وظيفتي. قال لي روح بلغ، اني نبلغ. اللهم بلغت. انا واش الدور تاعي؟ انا محامي. وين حصانته؟ كيلبس لاروب نوار. هذا كي نحى لاروب نوار ما عندوش حصانته. انا ثاني عندي البرلمان هو الحصانه تاعي. نتكلم بكل حين. انا هضرت الكلام تاعي الشعبوي تاع الشعب. قال واش سمعت؟ نعطيك مثال، شوفي ورا كيف بيي نوار تاع الصومام هذيك، تاع الشارع تاع الصومام تاع الأونز هذيك. انت رحم بك 40 عائله ولا 20 عائله، ما ناخذ ثاني يجيني بيي نوار يقول لي البرلمان تاعنا. انا يعبك بلي محكمه لقيت فيها عقد ايجار، هاني قلتها للوزير، محكمه عندها عقد ايجار مكريه في 2016 كاين عقد ايجار محكمه. هذه كنت سمعت بها انت ولا ما تدخلكش في دماغك؟ ها هو الواقع كاين عايشين. محكمه فيها عقد ايجار، من المفروض ما نكونش عندنا عقد ايجار. محكمه لانها تاع ملك للدوله. ما تقول لي الوزاره مكريه، الوزاره مكريه سولافون دو لوكاسيون. قاضي مسكين تلقاه ما يمشيش في الاوامر، تلقاه في تندوف ضغوطات، يخرج مش محمي. ما كانش حاجه راهي في بلاصتها. احنا ما نكذبش عليك، رانا رايحين دوك الشعب راه مدمر. انت شوف كي تشوف الشعب باللي رافض هذا الشيء طريق بصح راه عاقل وراه كل شيء وراه حاب يعقب الميساج، راهم يبروفوكو فينا. يا خويا شتيب خليل، يا خويا روح دول العداله وفيدوا له الموندا تاعو. واش هي قراءتك السياسيه؟ هل هو رجل المستقبل او سيكلف بمهام مستقبليه؟ هو رئيس الجمهوريه ولا رئيس امور؟ انا بالنسبه لي شو نقول لك راح يديروا؟ هذا راح يديروا في بلاصه لكساسي محافظ بنك فلاس. هذا كان في لا بنك مونديال يحطوه فمه وكل شيء. هذا يا رجل هو اسمح لي، الناس راهم تسمع. قال لك الطماع شكون ياكلوا؟ ياكلوا الكذاب.
ولكن يا سي الشعب هذو اسمح لي، نعم. هذو الناس طماعين، هذو اللي راهم يمشوا، انا مع احتراماتي لهم ونقولها لهم في وجوههم، هذا اللي يمشي مع شكيب خالي ما يمشيش على وجهه. طماع يقول لك راح يجي رئيس الجمهوريه ما يعطيني بلا صالح وسوق مصالح خاصه. انت يا رحم بابك الصندوق هو اللي يهدر. على حسب كلامك يعني واش نستنتجوا خطوه بخطوه. هذا الانسان متهم في قضايا فساد سوناطراك 1 وسوناطراك 2. هكذا انت ما عندكش سند ولا انا عندي سند. هذا متهم. اسمح لي هذا متهم. خلينا نمشوا خطوه بخطوه يا سي ميسو. اسمع انا تبع العام مادام دار ندوه علنيه ودار امر بالقبض يعقبوه للمحكمه. يبقى انا ما نقدرش ندخل في الحته يبقى متهم. يبقى متهم حتى تثبت ادانته. يقول لك المتهم نظيف حتى يثبت وسخه. ويعطيك الصحه. معليش معليش هذا الانسان متهم في هذه القضايا. هل يعقل اليوم على حساب كلامك سيعين على راس البنك؟ اسمح لي يعني كيفاش هو راح نامنوه الان على اموال الجزائر؟ هو انت ما شفتش الامين العام تاع المجلس الشعبي الوطني راهم عطاو له سمانه هو يسير في الاداره في شؤون الاداره، هو اللي يسيني في الدراهم، هو اللي مالا قال لك هو متابع في قضايا اخرى. احنا احبك باللي احنا لازم نديروا اللي يسرق هو اللي يمشي معنا. تي مونج ان مونج نو مونجون. هما اللي لازم يمشي انا يديرني واحد كيما انا بالبال هكذا نحرم له السوق ولا كيفاه؟ ما اللي لازم فيها دير. انت اسمح لي اللي راهم يمشوا مع شكيب خالي غير طماع برك ياكلوا الكذاب. انت اسمح لي غدوه هذا الصندوق رئيس الجمهوريه زروال كي راحوا في 1997 داروه بالامور لانه رايحه وجايه رايحه للصندوق. الشعب هذا انا شوف علاه يقول لك لا مفر لكم الزمن والافات سوف تقضي عليكم. هذا حمزه قالها لقريش لانه مهما يقول لك الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. مهما واش راهم يديروا لانه التاريخ ما يرحم حتى انسان. راك ابن زيدون سي الميسون يعني من اذا واش تشوف سي الميسون انت الان اصبح غير مرغوب فيك بالتعبير الدبلوماسي بيرسونا نون غرادا يعني غير مرغوب فيك في البرلمان. إن مرغوب لأنه كلمة الحق لأنه أنا ربي سبحانه وتعالى ربما لو كان راني نعبر في البرلمان كاين ناس كيما انايا الحمد لله انا كي شفت اشخاص راني نشوفهم عبر التلفزيون شفتهم في عنابه شفت هذا الاعلامي هذا شفت هذو الناس اللي راهم متورطين راهم واحد من الجلفه كنت في الجلفه حكاوا لي عليه قالوا لي اللي عنده دار شعار لا لفرنسا ولا شعار اللي راه موجود الى يومنا هذا وفي السجن. كاين ثاني وقت اخر ثاني اليوم الى يومنا ثاني اللي تاع هما يقولوا اللي من اجل فرنسا لانه احنا نشوفوا الناس راه كاين فيها الخير. نعم. لانه الناس كاين طاهر ميسوم بزاف موش انا نعبر عن طريق البرلمان، كاين اللي راهم يعبروا عن طريق الشارع وراهم يريسكوا بامورهم. وانا نقول الجزائر فيها 40 مليون ما فيهاش 10 ولا فيها 20 ولا فيها 30. شكرا. ننتقل الى نقطه اخرى السيد ميسوم. الانتخابات التشريعيه على الابواب باقي سنه. انت مضى على وجودك الان 4 سنوات بالبرلمان خبره وتجربه. الان لاحظنا باللي كاين تموقع الناس بدات تنشط لانه سنه صغيره يعني سنه امر قليل في تاريخ الانتخابات. بعض الأحزاب بدأت تتموقع كاين انفجارات في بعض الأحزاب أحزاب تنادي بالتصحيحيات إلى آخره يعني الناس بدأت تتحرك لأنه بعدها مباشرة أمامنا سنتين على الانتخابات الرئاسية وربما وانت ما نروحوش للرئاسيات قبل البرلمان. ربما فيها انتخابات رئاسية مسبقة لست أدري. دوك انت تطرح لي سؤال انا لازم نطرح ولا مش تكونش رئاسيات مسبقة. والله ننتظر الجواب منك سي ميسو. انا قلت لك انت راك مع الوزراء والحكومه وفي البرلمان وتصلك المعلومات. انا ما عندي حتى احتكاك مع وزير ما عنده وزير ما يقدرش يقعد معي صار له كي زاد. شكون هو اقرب وزير اليك؟ ما عندي حتى اقرب وزير صديق ليك. انا شوف تبعني مليح انا وزير العدل كنت لانه كنت نشوف مشاريع يجيبهم لنا. قلت باللي هذا الوزير جاب لنا مشاريع كبيره صح. مع ارض الواقع بديت نشوف في القضاة نشوف في المحاكم نشوف في امور لقيت على ارض الواقع غير مطابقه اصلا. هذا شر فيه هذا خلى مشاكل كبيره جا ما كاش تغيير. انني يهمني مش المشروع جيب لي قانون العقوبات راح يجيب لنا في القانون تاع لا احنا تكلمنا في النقطه هذه في القانون قوانين كذا على ارض الواقع انت لازم دير اخطاء ماديه. باقي لنا 2 نقط لانه الوقت سي ميسوم تجيب جوجمون ويدير لي اخطاء ماديه نعم. بعد تكون على عاتق الزبون نرجع لورانيه. معليش في السياسه شوف كل شيء ورد والسياسه تبنى على انه ليس هناك
صداقات، وإنما هناك مصالح مشتركة ندافع عنها. أنت الآن يعني كما يقول عنوان الفيلم تقريبا سول كونتر تو الموند، وحدك ضد الجميع. ماذا في تغيير حكومي مقبل يعين ويستدعى السيد الطاهر الميسوم إلى حقيبة وزارية؟ شوف أنا في رأيك أي وزارة سترضى بها؟ صلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. أي وزارة سترضى بها؟ جاوب. طبعا مليح. أنا عمري لا نكون وزير، وعمري لا حلمت باه نكون وزير. وانا الحكومه في سجنوا. انا مي راني نعقل على روحي، عمري لا شفت وزير دخل الحبس. انا قال لك النواب عندهم تهم. انا واحد من الناس عندي 6 قضايا، قلت له انا واحد من الناس عندي 6 قضايا. واش عندي قضيه؟ تهموني قال لي سرقت الماء. انا عندي 12 سنه وانا داير هذا المصنع، تقول لي سرقت الماء. وكي سرقت الماء انت وين كنت؟ كي كنت نسرق الماء انت وين كنت؟ 12 سنه غير كي صبحت ديبيتي صبحت نسرق الماء. بكري ما كنتش سرق لي، ما صبحت نسرق. يقول لك يدير لك تجمهر ويدير لك هذيك القاضي. هذا هما. انا ما عنديش قضيه في بنما، انا ما عنديش قضايا في اللي راهم يهرب. بالك باللي السكنات الاجتماعيه هذو تاع السوسيال هذو راهم اموال طائله تتهرب ويروحوا فيهم، يهربوا فيهم باريس ويهربوا فيهم كذا ويهربوا فيهم في العداله اليوم غير موجوده على ارض الواقع. لا العداله على المواطن وعلى بعض النواب. ما نقولوش كاع النواب، لان بعض النواب لانه اللي ريسكي كيما انا هذاك يولي عنده قضايا. هذوك انت تشوف انت الاحكام. انا نعطيك مثال. انا انت ازعجت البعض سي الميسوم، لانه هذا الوزير العدل. انت وين شفت وزير العدل؟ لا يلا ما عمرنا كنا دوك واقعيين. ولا وزير العدل يكون منخرط في حزب؟ من الوزير العدل يكون ما عنده حتى علاقه في حزب. لازم يكون القضيه. دوك انا جيت لك حريه القضاء ليل واستقلاليه العداله. النائب العام يعطي اوامر بالتليفون على اللي بين الوكيل الجمهوريه والنائب العام كي الكنه والعجوزه. قال لك يعطيهم له على طريق الهاتف، والاخر كيما يصرف دوك الزغماطي هذا عن طريق الهاتف من عند الوزير. اصبح في ورطه تم اقالته. اصبح اقالته لانه على بالك باللي كاينه صيغه. انت رحم بابك السكنات كيفاه واحد عنده سكنه في داير انفتح ما حبش يرجعهم يسكن خلاص بدلوه. هو المفتاح تاع اللوجمون مازال عنده باسكو في بلايص الوتورال وبلايص كذا شادينهم ما حبوش يعطوهم للزملاء تاعهم. انت كيفاه هذا المثول الفوري هذا؟ هاي مهزله في المحاكم. هل برأيك هذا ما دفع وزير العدل السابق حافظ الأختام محمد شرفي لما يقول في إحدى الجرائد الوطنية، يصرح ويقول بأنني تعرضت إلى ضغوطات وجاتني أوامر باش ندير ملف شكيب خليل في الدرج؟ شوف تباني مليح. كل العدالة اليوم هذا النائب العام أو وكيل جمهورية أو قاضي كلهم عايشين تحت الضغوطات. عباك باللي القاضي مش مؤمن. القاضي من المفروض يكون مؤمن. كيفاه يتريتي 5000 ملف موش محمي يروح بسيارته ويروح بالامور ويجي والسكن. عباك باللي المثول يخرج 8 تاع الليل هو مش محمي. هذه خلاص صارت في قضيه ما نذكروش في غردايه. قضاة عادوا يخرجوا من تحت لاكاب مساكن من قاضي شارعوا لهم ضبع عادوا يخرجوا. ما كاش حمايه من طرف الامور. خرجي ولا اخرج انت كقاضي وروح. نعطيك مثال. كاين قانون تقسم في الدستور يقول لك عندك حق الدرجتين. حبك باللي دوك في الحكم تاع المخالفات والاحكام تاع الجزائيه هذو كي يحكموا عليك غرامه تاع الجملين يقول لك ما عندكش حق تكسر. بصح في الدستور يقول لك عندك حق الدرجتين. شوف كيف راهم يتناقضوا في بعضهم. ما ناخذوا نبدا نتحايل مع القاضي هنا نقول له ديرها لي الجملين و100 با يقدر يكسر. دوك انا نايب غدوه راح نترشح يقول لي عندك امود ما تقدرش تترشح باسكو لازمني نكسر عليه. هاي تروح الى الماء. بكري حنايا قله يدير لك تحطيم ملك الغير. كيف اقول لا مع تحطيم ملك الغير؟ هاي تاع 300 رجعت الامور ندير هذه هذا وين راهم نديروه وساطه بين تكون عند بين طرفين. بكري كان الوكيل الجمهوريه هو اللي يحكمك هو اللي يدخلك. بصح القاضي اليوم كي عطيتها للقاضي ما حلتش مشكل ولات بلبله. عباك من الناس الاغلبيه تاع المتهمين ما يعرفوش المثول الفوري هذا جاهم حي. تو راه محامي اللي يقعد لك من 10 تاع الصباح ل 10 تاع الليل يستنى في الزبون تاعو. يتقلق يروح عنده 3 قضايا 4 قضايا ويروح. بالحديث على قطاع العداله السيد ميسوم وانت نائب المجلس الشعبي الوطني، مستفاد انت ساكن في موريتي وكلوب دي بان في اقامه الدوله؟ انا ما عندي لا سكن موريتي ولا حزانون. انا نسكن في قصر البخاري. انا مسميها واغادوغو. راني ساكن في واغادوغو. وكيفاش تفسر بعض النواب معاكم
سكنات اخوي انا شوف في إقامة الدولة. اسمع انا نطلق وعلى حساب الدولة. انا نطلق على نفسي ودير شوف تبعني مليح علاش نروح بعيد. انت راه رئيس الديوان تاع البرلمان او امين العام تاع البرلمان، انت راك الامين العام تاع البرلمان اللي كل يوم ما يحبش يبرمجني في الاسئله. بالك باللي كان يخدم مدير عام في تاع البيئه تاع المرصد تاع التنميه والبيئه في وقت شريف رحماني. نعم. اختلس 4 ملاير ووقفوه وعقبوه للمحكمه تاع باب الواد، عبد رمضان. وراهي في المحكمه العليا الى يومنا هذا هو راه امين عام البرلمان. رئيس المجلس الشعبي الوطني. جاب لنا ديك المستشاره، راه تعرف شنو يعبك بلي المستشاره راهي تحكم في النواب. تا كي تشوف رؤساء اللجان يديروا تقرير اسود باسم رئيس المجلس الشعبي الوطني ويبعثوه الى فخامه رئيس الجمهوريه هانسي كراب. سماه ما اصبحش مجلس الشعبي الوطني. لا عاد انايا مش قادر على شقايا ونروح نشكي بهمي لرئيس الجمهوريه، ما اصبحش مجلس الشعبي الوطني. وهذا الشيء اللي خلاك تقول بان قبه البرلمان سوبيرات يعني. نعطيك مازال ما كملتلكش تاع انا درت سؤال كتابي لمعالي الوزير العدل. فاك باللي محكمه من 2006 وعندي عليها ملف. نعم. فاك باللي نط عليها القيامه الى يومنا هذا ما عندي حتى جواب عليها. ولهذا قدمت تنازل على السؤال تاعك لوزير العدل. اسمح لي شوف الاسئله هذا الى يومنا هذا ما كانش رد مساومات وامورات وكذا. محكمه من 2006 باك بدي نعطيك محكمه تاع برواقيه ما تبناتش، محكمه تاع طبلات ما تبناتش. حكيت لك قبيله مجلس القضاء تاع النبا محبس في 50%. زيد نعطيك المقاولين اللي بناو المحاكم والمجالس القضائيه كلهم موجودين في السجون لاصدار شيكات بدون رصيد. شكون اللي رجع لهم رد الاعتبار تاعهم؟ ما حبوش يخلصوهم، ورطوهم دخلوهم الاحباس وخلاهم في امور. انت القاضي مو محمي، المقاول اللي بنى للعداله مو محمي. تروح شوف مدير اداره السجون عباك باللي امبراطور في دشره. لا تقدر تشوف غير مدير اداره السجون راك مليح. انت ديريمون ويقول لك باللي امبراطور في المخدرات هرب لهم بالحراش. هذا واحد من الناس غدوه نحط الاستقاله تاعي كي يهرب لي واحد. هذا كيفاه مؤسسه عقابيه بهيكل وامور وكل. باك باللي نعطيك مثال، انا وزير العدل هذا مع احتراماتي ليه ونقولها له في وجهه وما على باليش به وانا انا كذا. باك باللي كنا في 18000 مسجون، اليوم رانا في 100,000 مسجون. محمد نسكروا نسكروا. انا واحد من انا رايح للاسوء مش رايح للاحسن. راهي شغل ولات برودكسيون، راهي استثمار. كي تقول لي الاستثمار راه ناجح في السجون نقول لك وي. السجون راهي عباك من 18,000 مسجون راه موجوده، انا رايح الى 100,000. سي غراب هذه. من المفروض نقصوا نقلصوا نروحوا. اسكو جبنا كاين عاود كي تشوف. واش كان رد السيد وزير العدل حافظ الاختام فيما يخص اصلاح السجون، محاوله ادماج هؤلاء بعد اطلاق سراحهم في المجتمع؟ يا ودي انت اسمح لي، النقابه تاع القضاة راهي مملكه. هذاك انا من عقل كنت في اللجنه القانونيه كنت نحضر. من عقلته هو شاد النقابه هذاك نسيت اسمه جمال ولا مش عارف اسمه. هو مملكه ولا قضاة على بالك نهار كي جاو يديروا في التغيير تاع القضاة. كما يقول لك الانسان على بالك باللي كاين اللي قضاة كانوا بور، كاين اللي كانوا كونتر. ما كاينش القاضي اليوم اصبح مش محمي. قاضي يمشي عن طريق الهاتف. القاضي يدير لك النائب العام يدير لابريسيون، يدير الوكيل الجمهوريه يقول له دير لي يمشي كيما تحت كل شيء عن طريق الهاتف. ما كاينش حاجه تمشي على ما تكش. انا وريني نكش ما دخلوا لي وزير الحبس نعتوني. مالا اشغال العموميه شتو دخل الحبس؟ الامين العام هو اللي تورط. تشوف وزير الداخليه دخل الحبس تلقى الوالي هو اللي دخل. شكون اللي يسيني؟ لازم يكونوا الامور. انت شفت قلت لك انت هذا اللي كنت تهضر لي عليه بهاء الدين هناك راني اسوسي معاه. تعرف شكون اللي اسوسي معاه؟ وليد الوزير العمل ولا التشغيل وليد غازي هذاك مين كان والي فم اسوسي معاه الى يومنا هذا اسوسي معاه. الناس البلاد هذه تباعت خلاص. اقسم بالله العظيم مش ضربه تاع سيبيريا تباعت وراحت كل واحد دا حقه. انت كي تشوف العداله غايبه سي كراف. عباك بلي انا واش قلت للوزير العدل؟ قلت له نروح بالنهار. تعرف شنو بالنهار هذه وين موجوده الزاويه. مشاهدي الكرام، اسعد الله مساءكم وطابت اوقاتكم. مرحبا بكم في مقابله خاصه وعدد جديد للمره الثانيه على التوالي. انه البرلمان المثير للجدل، الرجل الاستثناء
يصنع الحدث أينما حل. إنه البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني الطاهر ميسوم، المعروف لدى العام والخاص بسبيسيفيك. سيدي النائب، مساء الخير ومرحبا. مرحبا بك. للمرة الثانية على التوالي، مرحبا بك ثانية. الله يسلمك. وسعداء بلقائك. الله يسلمك. نحن ثاني متشرفين، وسلام عليكم ثاني للجمهور الجزائري. نكرمه كما يقول الإنسان، لأنه دائما يكون في الحدث معنا إن شاء الله. الفترة الأخيرة كانت هناك أحداث بالبرلمان. هذه الأحداث لخصها النائب الطاهر الميسوم بأسئلة شفهية وكتابية ربما أزعجت بها البعض. ماذا حدث بالضبط عندما قلت لرئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أنك أسوأ رئيس للبرلمان في تاريخ الجزائر؟ ما هي الرسالة التي كنت تنوي تمريرها؟ شوف، قبل كما نقولوا نتكلموا لنا ونتأسفوا، كلمة مجلس الشعبي الوطني. احنا اولا الاسئله هذه الشفويه اللي كانت بعده وزراء، انت كي تشوف باغسامبل يوم الخميس تبرمج كل 15 يوم، الخميس يكون للمجلس الامه والخميس يكون للمجلس الشعبي الوطني. سما المده تاعها 15 يوم. تبرمجت الاسئله هذه الشفويه زوج من الناس ويتبرمجوا بوزراء اخرين. انت تشوف باغسامبل يبرمجوا 10 وزراء يجوا 3 وزراء للمجلس الشعبي الوطني. اولا هذه إهانة للشعب الجزائري. أنت كي تشوف الطاقم الحكومي، لأنه تشوف رئيس مجلس الشعبي الوطني نهار يسأل من در التدخل مع سي أنا بالنسبة لي ما نقولش وزير، أنا نقول سي عبد السلام بوشوارب، لأنه يقول لي شكون أنت باه تقيس وزير. دوك رئيس مجلس الشعبي الوطني بالحجم هذا، رجل الثالث في الدولة، يسأل نائب من ولاية المدية عن دائرة قصر البخاري اللي يقدر يسألني يقول لي شكون أنت؟ لأنه أنا نائب عن مجلس الشعبي الوطني. أنت موجود في البرلمان منذ 2012، يعني كيفاش ما يعرفكش ولا؟ لا موش المشكل ما يعرفنيش، ما يعرفش التقييم تاع النائب عن المجلس الشعبي الوطني. مي هذه حاجة خارقة للعادة، تسأل نائب عن المجلس الشعبي الوطني تقول له أنا ولي نقيس الوزير، أنا وشنو الدور تاعي؟ الدور تاعي حق الرقابة والانشغال المواطن، وعندي حق ندافع على هذا الشعب الحقوق تاعو اللي راه ما دام الإنسان يطرح لك في هذا السؤال الأسئلة اللي كانت عند الوزير الأول. أنا من 2012 حتى 2016 عمري في حياتي لا شفت وزير الأول يسأل من طرف نائب. وزير الأول يجي في الافتتاح ويحضرنا في الاختتام. انا عبرت عليها كسيبيرات، من رجعت سيبيرات يجي يسكرها ويجي يفتحها. من المفروض وزير الاول بالحجم هذا الطاقم يا خويا، انا امنيتي ولايه المديه هذه، لانه السؤال كان مطروح على المشاريع المجمده في هذا المشاريع تاع التقشف، لانه احنا نعرفوا الولايات المديه عاشت العشريه السوداء تاع الارهاب، وعندنا المشاكل العقاريه من الاسباب هذو اللي خلونا المشاريع تاعنا اللي تعطلوا من 2008 تعطلوا الى 2009، اللي كان الوالي السابق كانت الامور متدهوره وامور المشاريع، ومن بعد جاء هذا المشاريع تاع التقشف هذا جمدوا لنا عده مشاريع في اطار التقشف. سالت الوزير الاول، من المفروض انا ولايه المديه سيدي عندها حظ تسال هذا الوزير الاول على المشاريع تاعها اللي راهم مجمده، الا بإيه نشوف وزير بين البرلمان يعطوا له رساله يكتبوها له ويقولوا له جاوب سي طاهر ميسوم. هنا اولا نيابه عن الوزير الاول انا نشوف اهانه للشعب الجزائري. يا سيدي انا امنيتي نشوف وزير الاول، انا طرحت له انت بصفتك كرئيس مجلس الشعبي الوطني روح استدعي لي رئيس المحكمه او رئيس الجلسه في مقر المحكمه، تشوفوا تقول له ان المحامي يقول له عندي جديد في القضيه او عندي شهود جديده، يقول له اجل لي القضيه واستدعي لي
الامور من حقه. انت راك رجل الثالث في الدوله، وهو كون خلاها في التاريخ الجزائري لكي يكون احسن رئيس مجلس الشعبي الوطني منذ تاريخ، لانه راح يدير الحادثه استدعى لي هذا الوزير الاول وجابه، وتولي كاينه مصداقيه للمجلس الشعبي الوطني. مادام ما جابليش هذا الرئيس الوزير الاول ما هنا نشوف فيه هذا رجعت سيبيلات، يجي يدير الاختتام ويجي يدير الافتتاح، ونشوف هنا غير في الافتتاح والاختتام. هذا هو الوزير الاول نشوف. ما شفتوش في اسئله، لانه عندنا اشياء طرح. انا كي يجاوبني هذا الوزير بين البرلمان ما يقدرش يجاوبني، ما يقدرش يحل لي مشكل، ما يقدرش. كي ندير له تعقيم ونقول له باللي هاي كاين اشكال ما يقدرش. ما الا به جبت له كارنا وقلت له هذه الكارنا نسكروا البرلمان وكل واحد يروح لداره. واش قصه الكادنا هذه؟ هاي الكارنا ما شفتش انت باللي راك تشوف حتى الكارنا راهم يسعروا بها، حنا نسكروها وكاين اللي راهم يسعروا بها، حنا نسكروها. انا ما شفتش واحد راك كي تكون غاضب عليه راك ندير له كارنا تسكر عليه. واحد يديرها له في الجبانه تاعو، واحد يديرها له في اللي ما يقدرش كاع يقدر الراقي وما يقدرش يرقي له عليه. هذه كاع الكارنا هذه ها جبنا له الكارنا ونسكروها وخلاص. هذا ما ولاش مجلس شعبي وطني، لانه انا نعرف باللي المجلس. نعطيك مثال، دوك انت واحد يسالك يقول لك روح للبودوه دير مبادره مع المتعاقدين. ايوا رانا نواب حقيقيين ولا رانا ميكيات؟ انا والله ما فهمت. لا رانا ميكيات يقولوا لنا رانا كم ميكيات خلاص. والله من المفروض هذو النواب هذو يجوا يطرحوا اسئله، نديروا 70 نائب يكتبوا لرئيس المجلس قال استدعي لنا هذا نديروا لها سؤال ويجيبها لنا للمجلس الشعبي الوطني ونحلوا مشاكل تاع المتعاقدين سواء بالسلبي ولا بالايجابي. انا كيفاش نروح ليه نولي نجيب له في كوفيرطا ونجيب له باه ياكل؟ انا راه عندي سلطه تشريعيه، انا راه عندي سلطه في هذه الدوله هذه. انا رانا كيما يقول لك هو رئيس المجلس الشعبي الوطني وحنا النواب مشرعين نجيبوا هذه الوزيره اللي نطرحوا عليها هذه الوزيره. ولكن في نفس اليوم تقريبا رد عليك نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في احدى الجلسات، البرلماني بهاء الدين طليبه يعتبرك مهرج، ويقول هذا الكلام في الجلسة العلنية مع رئيس البرلمان. يقول له هذا الإنسان مهرج وعليه أن يهرج خارج قبة البرلمان. نجاوبك على كلمة مهرج. هذا الاسم الحقيقي المهرج ما شفتش بكري كي كنا نروحوا نديروا المسرحيات. أنا حضرت في جامعة تاع خميس مليانة، داروا لنا واحد الجمعية هكذا تمثيل، ممثلين يمثلونا الحياة الاجتماعية اللي رانا عايشها. حتى الممثل راهو يعقب رسائل طريقة عقلانية، حتى المهرج هذا راه يعقب. احنا الشعب الجزائري والله كيما يقول هو ولا يقولها ودا، لأنه أنا عقبت الرسالة تاعي. الرسالة تاعي في الطار ميسوم هذا واش راه يتكلم؟ لا كنت مهرج وقايع. انا موش نجيب اشياء انا نهار كي يتكلم هو، انا في الساعه هذه ما كنتش طارع على الموضوع باللي علاش هذا الانسان رد لي على الوزير الصناعه. فما عرفتش انا علاش. على بالك بلي درت زياره لولايه عنابه، زياره خاصه درت عبر المدن عبر الامور كذا، الا به على بالك باللي واحد خارج ما نقولكش على اسمه ويخدم في القطاع الخاص يقول لي في 2012 جاب لنا شهاده الميلاد رقم 12 تاع جده، شهاده الميلاد تاع الاب تاعو وشهاده الميلاد تاعو الجد تاعو من غبروا به. عبر على شعوره كذا كيفاش. اولا هو هذا يشوف يتحكم غير في الائمه تاعو ويتحكم. عباك باللي امام بتروح للخارج بتكون امام في باري ولا تكون في كذا، عباك باللي يدي من دراهم الصندوق هذاك صندوق الزكاه منكم واليكم. قال شحال دوموندي 150 مليون يديروا 150 مليون بيديروا امام في الخارج منكم واليكم برك. نعم ما يخسر حتى دوره في امور. هل على مستوى البرلمان طرقتوا للاشكال المطروح حاليا في الزيارات المكوكيه اللي راه يقوم بها وزير الطاقه الاسبق السيد شكيب خليل للزوي؟ هل لجنه من اللجان مثلا ولا انتم كبرلمانيين تقولوا بان الزوي والمساجد وجدت للعباده وليس لممارسه السياسه؟ شوف انا واحد المثل بكري يقول لك واحد السيد كان خارج المنطقه تاعو مدى طويل. نعم. كان في الخارج. جاء الانسان كيما انا كذا قال لي يا ودي راني درت في مدينه خصر البخاري وراني ما عرفت حتى انسان. قال له ودي قبل ما تاخذ قرار قال له ننصحك تروح للبلديه تاع خصر البخاري تقعد في ليزيسكالي هذوك تقعد مده تاع ساعه. لا عرفت 10 من الناس
لا عرفت 10 من الناس تقعد، ولا ما عرفت حتى 10 من الناس نقول نجاوبك واش دير. راح كيما البلديه وقعد عقب الاول الثاني الثالث ما عرف حتى انسان. رجع للسيد هذا قال له ديني ما عرف حتى انسان. قال له ماذا البلاد اللي جيت منها تولي منها. احنا نصلي على النبي لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا شكيب خليل اولا امر بالقبض. هذا النائب هذا سي زغماطي هذا، لانه هذا النائب العام النائب العام هذا كان وكيل جمهوريه عندنا في قصر البخاري. هذا في الثمانينات كان عندنا وكيل جمهوريه وقام بالندوه الصحفيه اللي يقول باللي انا واحد من الناس المتحدث هذا. كي يجيك امر بالقبض على بالك باللي كي يجيك امر بالقبض على بالك يقول لك رئيس الجمهوريه ما يقدرش يفتي لك فيها. واش يدير لك؟ يقول لك ندير لك ابسط شيء، اروح على 4 تاع العشيه نبيتك في الحبس والصباح نخرجك. هذه نقدر نديرها لك بعد فيدي الموندا تاعك. هذا تاع قانون ماهوش قانوني انا. نعم. هذا هذه العداله الموقره. نعطيك ابسط شيء. انا طرحت السؤال للوزير قال لي الميزان بكري كي كنا في المحاكم تاعنا تاع القدم نشوفوا الميزان ورا الحيط ورا القاضي كي يبدا يحكم عليك. كي تلفت تلقى الميزان وراك. قال لي روح شوف المحاكم والمجالس الميزان ما تصيبوش. ما كانش الميزان تصيبو غير مع الدخله. حب يقول العداله راه كاينه غير من الدخله. الداخل ما كانش العداله. انت القاضي اللي عنده 5000 ملف كيفاش تحوسها؟ روبو هذا القاضي هذا روبوها ماهوش روبو. يقول له حبك بلي شاك موا عندهم ستاتيستيك تحاسبني شحال كذا. الحمد لله راه بني ادم هذا، راه بني ادم. نرجع لك للموضوع. دوك هذا النائب العام دار الشعب الجزائري واش راه يطالب. انا دوك نقول لك الشعب الجزائري مشيت فيه، رحت لتلمسان، رحت للعنابه، رحت للقالمه، رحت للطارف، رحت عده ولايات. الشعب ما هو يطالب في حتى حاجه. قال لك يا ودي هذا الانسان كان يجيبوه، احنا ما نقولوا لا ايجابي ولا سلبي، نجيبوه يا خويا يعقب عند العداله، يديروا له يفيدي الموندا تاعو ويدير له انتباه وجه الدعوه عند قاضي التحقيق، او يبريزونتي روحه ويعاود كذا ويعقب للمحاكم ويعطوا له البراءه. بصح مادام صبحت العداله هي الزوايا. احنا نعطيك مثال. هنا في ولايه المدير عندنا رئيس مجلس شعبي ولائي. ضربت عندنا الزنزله كما سمعتوا بها في طابلات في ميهو 5.5 دار من اللي ضربت. على بالك باللي ولا مسؤول من الولايه راح لهم. هذو الناس ولاو يتبكاو. واش يجي لهم رئيس الدائره في الليل قال لهم انتم الزمان يطيح عليكم باسكو عمركم لا ذبحتوا طير تاع جيش. هذا مسؤول يقول لهم هضره كيما رئيس دائره تاع العزازيه، دائره العزازيه يقول لهم انتم يجي موش يجي يهني شوف يصبرهم جاي يملمد فيهم. ولا مسؤول. ترى رئيس مجلس شعبي ولائي تاع ولايه المديه ما زرتش الناس تاع الزنزله ما زرتهمش. وانت شكيب خليل شكون اللي راه يحرك فيه؟ راه يحرك فيه جدنا موش يحرك يمشي وحده. سيدنا حتى نهضر لك الشعب الجزائري هذا اللي راه يسمع فيه مع احتراماتي ليه ثاني. انت انا نشوف غير 10 ولا 20 اللي راهم يقولوا باللي شكيب خليل اللي راهم يعارضوا. شفت نكاز، شفت هذا السي في عين مران وسمير بالعربي في عنابه. شفت واحد الاعلامي هذاك السيتو اسمه اللي درت مع حصه البارحه. نعم عبد الوكيل بلام. الامور راني نشوف 10 20 30 اللي راهم عبر الولايات اللي راهم يقولوا باللي هذا اللي راهم. انا نعطيك مثال. انا حطيت البضاعه تاعي في السوق وواحد ما حب يدوموندي عليها السلعه. راك بلي يكون شافونا هما الدوله هذه راهي ذكيه دخلاتو عند الشعب وراهي تيستي فيه مقبول. انا استعملناه غير مقبول ما نستعملوش. ولا واحد كش ما قاوسوا واحد ولا زوج برك. بصح الصدر انا في الحمله الانتخابيه كي دات 2012 يا راي كي دات هذا قادر يقاوسوني زوج من الناس. قادرين يخرج لي واحد من الجلسه هذا يقول لهم انا كذاب عليكم ما يدير لكم والو. كاين ولا ما كانش؟ انا نشوف فيها اللي بارح في اضرار. نشوف الشعب كبير. الشعب هذا فيه 40 مليون ما فيش 10 ما فيش 100 ما فيش 200 فيه 40 مليون. اليوم رانا نعبروا في قلوبنا برك. بصح التعبير الحقيقي على ارض الواقع ما كانش. مؤخرا باش ننتقلوا لموضوع اخر السيد ميسوم. مؤخرا كان عندك سؤال فيما يخص قانون العقوبات مع السيد وزير العدل حافظ الأختام،
وقلت لا مفر لكم، الزمن والآفات ستقضي عليكم. هذا قالها حمزة، لا مفر لكم الزمن والآفات سوف تقضي عليكم، لأنه تسمح. الإجابة بعد الفاصل السيد ميسوف. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إلى النقاش. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني والأخير من مقابلة خاصة، والتي نستضيف فيها النائب بالمجلس الشعبي الوطني الطاهر ميسوم. طاهر ميسوم، مرحبا ثانية. قبل الفاصل كنت طرحت عليك سؤال، يعني أنت كنت طرحت سؤال في كتابي حول قانون شفوي، حول قانون العقوبات. لا، كان مشروع هذا قانون العقوبات. نعم، مشروع قانون العقوبات. هذا ما ادى بيك باش تقول لهم انه شوف الزمن والافات. الزمن والافات، لانه الوزير العدل كان طرح في الرد تاع المداخله المشروع، يقول باللي لازم ترفعوا المستوى تاع النواب. حنا كي جاب لنا هذا القانون تاع العقوبات تاع الارهاب، حنا من المفروض نعرفوا علاش نشأت رجعه ارهابيه. الارهاب هذا كاين اسباب للناس يرجعوا الناس ارهابيين. باغزومبل نعطيك مثال، كيما كي تشوف جوجمون او حكم نهائي جاء من المحكمه العليا يقول لك باسم الشعب الصيغه التنفيذيه وامور، كان عون في الشرطه، عون في جمارك، عون اطار. انا في بريد المواصلات رحت مع مدير المواصلات، واحد عنده البراءه والنهائي كاع، داروا له لا كوميسيون، 3 قابلين و3 مش قابلين. المدير العام يقول لي باللي انايا هذا سارق، انا بالنسبه لي سراق. قلت له العداله عطات له البراءه، قال لي لعبوا مع العداله. انت كي تشوف باسم الشعب على ارض الواقع ما كانش. نعطيك حنا طرحنا باللي نائب عام هذا راه موجود في قلمه. نائب عام هذا كان مساعد وكيل جمهوريه، يزور حكم كان عام حبس رجعوه عام غير نافذ، سما سورسي. هذاك هو المساعد تاع الوكيل الجمهوريه مشى لصالح المتهم. الضحيه كي شاف روحه باللي كي دار له التهم بداو يبروفوكو فيه، كل يوم عنده الشرطه كذا. مسكين جاني المجلس الشعبي، جاب لي الوثائق، جاب لي كذا، قال لي انا طلعت للجبل. كي هبط من الجبل قال لي باسكو كل يوم يجوني لابوليس كذا، قال لي حتى نهار باسكو شكابي داوها لوزاره الماليه قضيه الاستعلامات، باسكو كاين قضاة يدوهم فيه. ومن بعد لقاه كلمه الحق، قال كما يقول الانسان، قال لي كي هبط لقيته نائب عام. العداله اسمح لي، داكش ما شفت وزير من الاصل تاعو تونسي يقول لي ما حبناش نخدموها له في محكمه عنابه، يروح يجيبها في محكمه وادسوف. شوف ربي كيحب الانسان، عباك بلي انه احنا راني دائما نقول لهم المخابرات هذو اللي يتكلموا عليهم يجيبوا الاشياء من الشعب، حنا يعطونا الشعب. فك تمشي يعرفك بلي تقدم الرساله تاعك، عطلك قال لك يا ودي هذا الانسان علاش رد لك، لانه هذا التهريج في بعض الاحيان غاطهم الشعب. قال لك هاو التهريج تاعو، لانه هذا الانسان برهد لك لانه هو ثاني مزدوج الجنسيه. المواطن هذا جاب لك الوثيقه، هذا يخدم وخرج روتريتي، عطاها لي بالادله بالعلوم. يعني انت تتطاول. نعطيك مثال. نعم. انا لو كنت كيما هو ما قالش مهرج، هو قال لك باللي عنده مشاكل في باغ اكزومبل في المصنع تاعو. شكون اللي عنده المشاكل؟ انا هذا وزير الصناعه ما ننتميش ليه، انا ننتمي لوزاره الفلاحه والتنميه الريفيه، وعندي محطه الخدمات ننتمي الى وزاره الطاقه. وزاره الصناعه هذيك خاطيتني، ما عندي حتى تنسيق معها. انا يا بين هو وهو، انت هو عطاو عباك بلي كي رحت للعنابه عطاو له بروموسيون في اطار الكالبي. تعرف شنو اطار الكالبي؟ ما عندكش الحق تبيع السكنات، ما عندكش حق. عباك في اطار الكالبي ممنوع تبيع السكنات في عنابه. عباك باللي هو تقدر دير عقد ايجار تكريهم للناس يسكنوا فيهم، هو يبيع فيهم، القانون ما يسمحلوش يبيعهم. هنا شكون اللي يقدر؟ انت تشوف باللي وليد خالو دايروا رئيس مجلس الشعبي الولايي في ولايه عنابه، وشكون اللي راه يقضي في صوالح؟ هو طاهر ميسوم ولا هو راه نشوف فيها، لانه هذا شخص غريب على هذيك الولايه. عباك باللي ولايه عنابه نهار كي زرتها بين مدينه وهران وبين مدينه عنابه فراق كبير بين السماء والارض في التنميه. تقول انا كي شفت عنابه تاسفت، قلت هذه الولايه عندها اموال طائله بهذا الحجم والتنميه ما كانش. عباك باللي رحت شفت مجلس قضاء تاع الجزائر تاع عنابه عنده 10 سنوات الى يومنا هذا مبني ب 50%،
والمشروع تاعو حابس. كاين مشروع جمعيه تاع الشباب هذه عنده قريب 15 سنه ووراوها لي الشعب فم وامروا للتتمه. من المفروض هذا النائب هذا يتكلم على التنميه تاع الولايه تاعو. ربما الشيء اللي جاب لك هذا المشاغل لانك في كل مره مشارك سواء باسئله شفهيه او باسئله كتابيه، مما ادى الى تقريبا يعني كتم انفاسك ان صح التعبير، وخلقوا لك مشاكل في شوف انا اسمح حياتك. انا شوف انا بصفتي كنائب عن المجلس الشعبي الوطني ممثل الشعب، انا اولا ما طلعتش بالكوطه، انا اعطوني اصوات حقيقيين منتخب عن الشعب، منتخب من حقيقه من طرف الشعب. لا. لانه انا انتميت، جبت حزب صغير ما يعرفوش كاع المجتمع المدني في ذيك الولايه تاعي، لانه الشخص جبت 16,000 صوت. كي نبدا نشري 1000 ما نشريش 4000 ولا نشري 5000 ولا نشري 6، هذه 16,000 لانه انا اديت الواجب تاعي، لانه انني نمارس في وظيفتي. وظيفتي حق الرقابه، انشغال المواطن، امور. نعطيك كما يقول الانسان دوك حنايا اولا نايب في نايب من المفروض نكونوا حبك باللي يصبح. نعطيك مثال. نعم. علاش كيكون تدخل تاع وزير عماره بن يونس في قضيه القيط ومشمش، علاه ما تدخلوش النواب؟ لانه مش من الحزب تاعهم. علاه كي تدخلنا في قضيه تاع محافظ البنك خلوني نتكلم بكل حريه؟ لانه ما ينتموش ليه. لانه انت تشوف هذا محافظ البنك كل عام يجي يفتينا فتوى غير حقيقيه على ارض الواقع. كل يوم يقولنا نديروا وكالات، نديروا كذا، نديروا كذا، نديروا كذا. وبالاخص كما صرات المشكل تاع في السكوار، عباك باللي كاين اطار في الدوله سامي كبير، عطاو له عمله مزوره في السكوار. عباك باللي بعث لهم الشرطه. من المفروض الشرطه كي تاخذ العين المكان دير لهم بيفيات وتعقمهم العداله. هذو الناس ما عقبوش العداله. الاموال هذو اللي سيزاوهم وين داروهم؟ وشكون هذا المسؤول؟ ولكن انت يا سي ميسوم يعني بالعقل فقط حتى المشاهد يكون معنا كذلك الصوره. هذا المسؤول الكبير في الدوله اللي يروح يشري العمله الصعبه من السكوار، يعني راه يقول لنا باللي الامر شرعي. شكون هو هذا الانسان؟ شوف، اولا وقبل كل شيء انا نتكلم لك بقضيه هذا الناس اللي ريكيبيروا دراهمهم. يعني نكمل الجمله تاعي. الانسان اللي يدي الاموال يعقبهم للشرطه وما يعقبهمش للعداله، عاود يومين هو ريكيبيرا دراهمه تاع بالعمله الصعبه ورجعت الامور على ما يرام ولا حدث. هادو الناس اللي وشكون اللي راه خالق السكوار هذا تاع العمله الصعبه في رايك؟ يعني انت السكوار، انت وين شفت باللي هذا المحافظ البنك اللي راه عايش معنا في الجزائر تروح ترفد تشري من السكوار وتروح بها للبنك وتخليهم 48 ساعه ويعاود يدير لك عليهم وصل وتجي خارج في المطار عادي، ويجي الجمرك يقول لك شحال راك مخرج، تقول له 7,000 اورو، تعطي له الوصل بطريقه قانونيه. تجاوب طريقه غير قانونيه ورجعوا طريق. نعطيك مثال، القنوات هذو تاع التلفزيون من راهم يخلصوا البث تاعهم؟ راهم يخلصوا فيها بطريقتهم الخاصه عن طريق السكوار. وريني كاش واحد راه يشري يعقب يدير كريدوك من طرف البنك. هذو القنوات الخاصه هذو بصفه عامه. اسكو راهم يخلصوا لان هنا ما اصبحناش دوله. مادام تشوف القنوات الخاصه تاع التلفزيونات هذو اللي راهم ما يروحوش البنوك وما يفتحوش لاتر دو كريدي وما يديروش بطريقه قانونيه ويروح يخلصها بالعمله الصعبه بطريقته غير شرعيه. طرحتوا انتم هذه الاشكالات في البرلمان السيد ميسوم؟ هذا كل يوم نطرحوا عليه لا ولا حدث. واش كانت الاجابه؟ الاجابه هذا انا سميته سواء من عند وزير القطاع ولا انا اسمح لي هذا محافظ البنك سميته ابو سيلم الكذاب. مسيلمه الكذاب من 2012 وهو يتكلم لنا نفس الكلام. انت كي تشوف السندات، نعم، هذو السندات اللي تاع القرض اللي تجي، نعم، انت رحم بابك اللي كنتوا تشروا فيهم قطوطه ولانجات وتراب وتجيبوا لنا فيهم ادروات غوش وماد انشينا وماد كذا وماد كذا وماد كذا. الاموال الطائله اللي خسرتوا بهم اليوم تقولوا الشعب سلف لنا ولا كيفاه وتدخلوه في الربا. ترى وزير الماليه صباح يفتينا. شريت انت السندات هذه يا سي ميسوم؟ انا ما نشريش، ما نشري. اسمح لي، انا ما نديروش طريقه بومدين. بومدين نهار كي شاف الاموال طائله متركزه، لانه على بالك باللي انايا واحد السيد بعث له اموال، واحد بعث له حافله في ذاك الوقت، لقيت جاي يخلصني
عنده خزانه معمرها دراهم. قلت له ودي انت كيفاه ما تخافش على الدراهم هذو ولا كذا؟ قال لي ودي انا ما نديرهمش في البنكه. قلت له علاه؟ قال لي البنكه ديهم. قلت له بصح ما ياكلهم لك والفار. قال لي الفار ياكل غير حقه، ياكل ورقه ولا زوج، ما ياكلش، ما يديهم ليش كاع. بصح قال لي البنكه تديهم كاع. شوف الناس علاش ما انت على ما ديروش طريقه. قال لي يا خويا ال 200,000 ولا ال 100 تاع 600,000 وريت له 100,000 داير هذه الصوره تاع ثور. اش يدي نديروا صوره بومدين الله هو رحمه الله، نديروا امير عبد القادر، نديروا من رموز الناس. داير لينا جراندايزر انطلاقات، داير لي ثوره. احنا رانا نشوفوا في واش كانت الاجابه لما طرحت السؤال؟ واش جاوبوا؟ كاذبه، اسمح لي، يجي هذا مسكين لا حول له ولا قوه، يجي يهضر لك ويروح. هذا من 2012 وانا نشوف فيه ويروح. هذا الناس تخلص بطريقه غير انت مادامك تدي دراهم غير شرعيين، تدي من البنكه تعاود تابروفيهم وتعاود تخرجهم. كيف لا اله الا محمد رسول الله. وما يسقسيوش منين جبتهم، وما يسقسيش منين جبتهم. واليوم تقول لي دير انت وزير الماليه اصبح امام عاد يفتي لنا يقول لك حلال وحرام. واش دخل انت الوزير الماليه مع وزير الشؤون الدينيه؟ نعم. واش كان الطرح تاع وزير الشؤون الدينيه فيما يخص السندات؟ لانه ما قيل للشعب هو انه ربا يعني. يا ودي هذاك وزير الشؤون الدينيه يروح يشوف يتبع غير الزوايا تاعو اللي راهم يرجعوهم رجعت السياسه. حتى اكشف في 2012 كي ندير حمله انتخابيه تاعو يقول لي ممنوع دير حمله انتخابيه في الجوامع. هنا شفنا الجوامع راهم عادوا يديروا فيهم الطوابل وعادوا فيهم يسيسوا. راك تشوف الناس راهم يديروا غير يعبر على صوته مسكين، يعبر في كاس سفاره ولا يعبر في كاس كذا يرفدوه. وراك تشوف الدستور الجديد واش يقول لك؟ عندك الحق دير التجمهر، عندك الحق في الدستور الجديد يقولوا هكذا، راهم يرفدوا يخبروا